السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم يا دكاترة في المحاضرة رقم 6 من كورس الشيست. طيب أنا عارف إن أنا اتأخرت جدا عليكم، وأنا عارف ده والله، وإن إحنا يعني عدينا الميعاد اللي أنا كنت محدده لكم، ولكن يعني أول حاجة ما تقلقوش، يعني إن شاء الله الفترة الجاية كلها هتكون يعني فترة مكدسة. تاني حاجة والله هي كل المشكلة بس مشكلة نت، والله كل المشكله مشكله نت يا جماعه الخير مش اكتر. لكن انا لو عليا يعني كنت هشرح يعني والله كل يوم محاضره ونخلص في الميعاد المطلوب مننا، ولكن لو ان شاء الله يعني بالكتير كم محاضره كده في الشيست، وبعد كده هتلاقوني يا بشرح كارديو وخلاص، يعني خلينا كم محاضره من الشيست في الاخر، يا هتلاقوني بشرح شيست وكارديو مع بعض. يعني مثلا هتلاقوني بسجل محاضرتين في اليوم وانزلهم ليكم. لكن ما تقلقوش، انتوا ركزوا مثلا على باقي الحاجات، لكن ما حدش يقلق من حاجه. تمام؟ ممكن مثلا لو لقيتكم ان انتوا عايزين تذاكروا مثلا تراجعوا المحاضرات القديمه، تراجعوا مثلا النيمونيا، تراجعوا مثلا بلورال افيوجن وهكذا. تمام؟ طيب النهارده ان شاء الله هناخد محاضرتين مع بعض. المحاضره الاولى وهي بعنوان لونج ابسس، لونج ابسس او ما يعرف بخراج الرئه. ماشي؟ طيب كلمتين بس بسرعه عشان افهمكم ايه فكره اللنج ابسس. هو الابسس ده بيتكون ازاي يا جماعه الخير؟ والله خدنا زمان ان في الباثولوجي في سنه اولى ان الابسس ده عباره عن ان مثلا لما ادي يكون في شعيره دمويه، ماشي، وادي الشعيره الدمويه دي بتغذي عضو معين، بتغذي تيشو معين، ولا نفترض ادي مثلا في مجموعه من الخلايا بالشكل ده. تمام؟ اللي بيحصل ان في بكتيريا بنقول عليها بكتيريات بايوجينيك. يعني ايه بكتيريات بايوجينيك؟ يعني البكتيريا دي قادره انها تعمل بايو معناها بص صديد، فكلمه بايوجينيك يعني مولده للبص. فاهمين الفكره؟ فلما اقول ان البكتيريا دي بايوجينيك، هو ايه اللي بيميز البكتيريا دي عن اي بكتيريا تانية؟ قال لك ان مجموعه البكتيريات دي اللي اسمها البايوجينيك بكتيريا، اللي اشهر مثال على البايوجينيك بكتيريا هم الستافيلوكوكس اوريوس والكليبسيلا. تمام؟ دول اشهر مثالين، الاستاف والكليبسيلا، دول اشهر مثالين يا جماعه. قال لك الامثله على البكتيريات البايوجينيك دي عندها القدره انها بتطلع انزيم اسمه هيالويورينديز، وبتطلع انزيم لايبيز او انزيم لايسيس بيعمل تكسير. يعني كل اللي بتعمله البكتيريات دي انها بتعمل تكسير، بمعنى ان ادي مثلا تعالى نفترض ان دي بكتيريا الاستاف، دخلت بكتيريا الاستاف من الدم للتشو، فاللي بتعمله بكتيريا الاستاف عشان تتغذى على التشو ده، فبتبدا تعمل بريك داون للتشو. يعني ايه بريك داون؟ تكسر التشو. نلاقي الخلايا دي باظت، الخليه دي اتكسرت، وبالتالي نتج عن التكسير اللي عملته البكتيريا ده انه حصل ان بقى فيه تجويف او فراغ، منطقه فاضيه جوه التشو. فاهمين الفكره يا جماعه؟ وبالتالي الابسس او الخراج عباره عن منطقه فاضيه نتج بسبب ان في بكتيريا بتكسر الفايبر، بتكسر التشو، بتكسر الحواجز اللي ما بين الخلايا، بتموت الخلايا، بتخلي المنطقه دي كانك حرفيا كبيت ميه نار عليها. تمام؟ ايه امثله على البكتيريا دي؟ الاستاف اشهر مثال، الكليبسيلا. ممتاز خالص. قال لك البكتيريات دي اشهرهم الاستاف والكليبسيلا والسودوموناس. اتكلمنا عن السودوموناس المره اللي فاتت يا جماعه، لما قلنا انها بتعمل اللي هو يعني جرينش. فاكرين يا جماعه الجرينش سبيوتم؟ تمام؟ السودوموناس والستاف والكليبسيلا. تمام؟ البكتيريا دي بتتميز على ايه؟ تتميز ان عندها القدره ايوه على التيشو بريك داون. مين هم تاني؟ ستاف اوريوس والكليبسيلا والسودوموناس. الثلاثه دول عندهم حاجه اسمها القدره على التيشو بريك داون. يعني ايه التيشو بريك داون؟ زي ما قلت لك كده، بيطلعوا انزيمات ميه نار، ميه النار دي بتحلل التيشو. طيب سؤال، هل المناعه بتقف وتتفرج؟ قال لك لا. قال لك المناعه اول ما بتحس بالكلام ده بتبدا تعمل التهاب في المنطقه دي، فتلاقي انه حصل فازو دايليتيشن والسيكونس بتاع الالتهاب اللي احنا سمعنا عنه زمان، فتلاقي انه حصل فازو دايليتيشن وايديما في المنطقه دي. طب وبعدين الجسم لما لقى ان في المنطقه دي عباره عن جزء ميت من الجسم، فيروح رد الفعل بتاعه ازاي؟ يروح يخلي خلايا الفايبروبلاست انها تطلع كولاجين، فيعمل فايبروزس حوالين المنطقه دي. فتلاقي ان المنطقه اللي هي اتفرغت، اللي البكتيريا كبت عليها ميه نار، اللي هي بقت ما فيهاش حاجه من جوه، بقت متحوطه بالياف متفيبره، كانك جبت سور وحوطت المنطقه دي. ليه؟ المناعه بتحاول انها تخلي البكتيريا ما تطلعش، وبعدين بعد ما حبسنا البكتيريا جوه، فتبدا المناعه تهاجم البكتيريا ويضربوا بعض. نتيجه مهاجمه البكتيريا تلاقي انه جوه التجويف ده عباره عن تجويف مليان، والله مليان، عباره عن تيشو ميت اللي هو البكتيريا كسرته، عباره عن مليان انزيمات محلله، عباره عن مليان بروتيوليتيك انزيمز. تمام؟ عباره عن مليان بكتيريا ميته، مليان ايه تاني يا جماعه؟ مليان خلايا مناعيه. يعني ده مليان اديمه بسبب الالتهاب. يعني في شويه حبشتكنات كده جوه التجويف، جوه الحته اللي فضيت. يعني دلوقتي المشكله كانت عباره عن ان في جزء مات بقي فاضي كده، كبت عليه ميه نار، فبقي تيشو مهربد، بالمصري كده يقول لك مهربد، اللي هو الحته دي متاكله متهربده كده. تمام؟ وعباره عن في خلايا مناعيه وفي ماكروفاج وفي مش عارف ايه، ومتحوطين من بره بفايبروبلاست. الكلام ده كله اسمه ابسس، يعني خراج. وبالتالي الابسس ده يشترط عشان يحصل ابسس ده ان هو يكون ايه يا جماعه؟ اول حاجه انه يكون لوكالايزد.
وبالتالي ده تعريف الابسس اصلا، localized suppuration. لو احنا هنتكلم في اللنج ابسس، وبالتالي هو localized suppuration in the lung tissue. نفس القصه دي بس في اللنج تيشو، تتميز بوجود cavity formation with fluid level. بس الكافيتي ده مش بسبب التي بي. ماشي يا جماعه، الكافيتي ده مش بسبب التي بي، لان التي بي بيعمل كافيتي تاني بس ما بيعملش اللي هو التسلسل بتاع البص، ما بيطلعش بص، ده حاجه تانية اسمها كازيشن. فمش هنقول عليها ابسس، لان انت عندك يعني اي بكتيريا في العالم لو بتعمل كافيتي نقول عليها انها عملت صديد، الا التي بي. التي بي ما اسموش ابسس، اسمه كافيتيشن، اسمه تي بي كافيتي، اسمه على اسمه. تمام. وبالتالي لما ماشي يا جماعه، يبقى خلي بالك اي بكتيريا بتعمل كافيتي والمناعه تحوطها فده اسمه ابسس، ما عدا التي بي. التي بي ما بتحطش صديد جوه، ده بتحط ايه يا جماعه؟ بتحط كازيشن. فلما نيجي نبص مثلا على صوره زي دي او صوره زي دي اشعه مقطعيه سي تي سكان. لو انت ملاحظ هنا اللحمه بتاعت الرئه، لو انت ملاحظ هنا يا جماعه شايفين الحته دي سودا، ايه سودا؟ ما فيهاش حاجه. يعني ملاحظين مثلا شايفين كده البرونكو فاسكولار ماركينج اللي هو الخطوط البيضاء دي، قلناها قبل كده اسمها برونكو فاسكولار ماركينج. لكن شايفين مثلا الجزء ده، شايفين يا جماعه دايره فاضيه، ده دايره فاضيه الله، وحوالين الدايره الفاضيه دي في ترسيب من خط ابيض. الخطوط البيضاء دي اللي هي الفايبروزس. فهمت؟ فده يا جماعه عباره عن مين؟ عباره عن اللنج ابسس. يبقى عرفنا نعرف ازاي اللنج ابسس. طب بص كده، دي اشعه اكس، ايه ده؟ شوف جزء فاضي من الرئه، جزء فاضي. شايفين كده اللي هي الخطوط اللي من بره دي اللي شبه الكوره دي، ده الفايبروزس. المناعه بتحجم، يبقى البكتيريا موتت الحته دي وهربدتها وخلتها ما فيهاش حاجه غير شويه خلايا ميته، والمناعه جت حوطتها من بره عشان تمنع البكتيريا انها تنتشر، وبدات مين؟ تهاجمها جوه التيشو ده او جوه الكوره اللي انت شايفها دي. فده اسمه لانج ابسس. فلو قلت لك ايه تعريف اللانج ابسس، هو لوكالايزد اريا حصل فيها ديستركشن لللنج بارينكيما، للحمه بتاعت الرئه، بسبب انفكشن. الانفكشن ده سميناه بايوجينيك اورجانيزم، نتج عنه نكروزس للتشو، مات وبعدين اتكون ايديما وبتاع في جوه الفايبر، فبقى اسمه فيه بص سابيوريشن. ده تعريف اللنج ابسس، مش هكتبه لانه تافه، اقراه في الكتاب. تمام؟ كلام تافه يا جماعه، كلام عبيط جدا. ماشي؟ طيب ممتاز خالص. لو انا سالتك دلوقتي يعني سؤال مهم خالص، هو مش في حاجه خدناها قبل كده اسمها النيموثوركس او الهيدرونيموثوركس؟ هو ايه الهيدرونيموثوركس يا جماعه؟ الهيدرونيموثوركس ده عباره عن ايه؟ الهيدرونيموثوركس ده عباره عن ان في ميه بس في البلورا. خدناها قبل كده في محاضره البلورال افيوجن. طيب سؤال، طب ما هو في ميه، ما الميه بتبان سودا والصديد بيبان اسود، افرق بينهم ازاي؟ حد يقول لي يا دكتور لا دي هتبقى لوكالايزد، لكن الثانيه هتبقى من تحت شويه. لا، ليه؟ لان ممكن الابسس ده يكون كبير، فتفرق بينهم بحاجه واحده يا جماعه. هي مين؟ قلناها في محاضره البلورال افيوجن، الكوستوفرينيك انجل، اللي هي دي الكوستوفرينيك انجل مستحيل تبقى اوبليتريتد مع اللنج ابسس. لو لقيتها اوبليتريتد يبقى ده مش لنج ابسس. شايفين يا جماعه الكوستوفرينيك انجل دي اهي، دي باينه مش كده؟ لكن فاكرين ارجع لمحاضره البلورال افيوجن، كنت تلاقي ان الميه عشان بتنزل لتحت بالجاذبيه، فكانت بتعمل اوبليتريشن للكوستوفرينيك انجل. تمام يا جماعه؟ يبقى لما الدكتور يسالك في الشفوي، لما تكون في امتحان شفوي او مثلا تكون في بتشيد حاله، والدكتور يقول لك والله هو طب انت عرفت منين دي لانج ابسس مش هيدرونيموثوركس مش بايونيموثوركس؟ قول والله الهيدرونيموثوركس ده بيكون تبع البلورال افيوجن، فبينزل تحت بالجرافيتي فبيعمل اوبليتريشن لمين؟ للكوستوفرينيك انجل. انما الابسس سواء كان تحت سواء كان فوق، ده هو جوه الرئه، فطالما جوه الرئه فعمره ما يقفل الكوستوفرينيك انجل. تمام؟ انا مش هكتب الكلام ده، انت عايز تكتب اكتب، انا بقول الملاحظات انت عاوز تكتبها اكتبها، لكن انا بفهمها لك خلاص. يعني انا بفهمها لك يعني ليك انت. ماشي؟ يبقى ده يا جماعه لما الدكتور يسالك ازاي تفرق بين اللانج ابسس والهيدرونيموثوركس، قول له بالنقطه دي. كلام محترم جدا. السؤال بقى، ايه الاسباب بتاعت اللانج ابسس؟ حد يقول لي ثانيه، ما انت قلت يا دكتور اللي هو الستاف اوريوس. لا دي اسمها الاورجانيزم. انا بقول لك ايه الاسباب، يعني ايه اللي يدخل الحاجات دي ويخليها تعمل لانج ابسس. يعني انت عاوز تقول لي ايه اللي يدخل الستاف اوريوس يا راجل؟ ما احنا قلناها المحاضره اللي فاتت. احنا مش قلناها يا جماعه؟ ممتاز الناس اللي قالتها. قلناها مع مين؟ مع البرونكوجينيك نيمونيا. احنا مش قلنا يا جماعه اللوبر نيمونيا دي بتيجي اكتر بالانهاليشن، لكن البرونكوجينيك نيمونيا بتيجي اكتر بالاسبيريشن. يعني حد مثلا اللي هو مين؟ اللي هو الكونتنت بتاعت الجاستريك مثلا حصل لها رجعت على الرئه، حصل لها اسبيريشن على الرئه. يعني عاوز تقول ان الايتيولوجي بتاع اللنج ابسس اكتر حاجه بتكون بالاسبيريشن. الله ينور عليك. شوف الكلام بيجيب بعضه ازاي. انا بحب لما دايما اربط الكلام، ما تحسش ان ده كلام لوحده وكلام لوحده. يبقى لما اقول لك والله قول لي ايه هي الايتيولوجي، ماشي؟ ايه الايتيولوجيز او ايه الاسباب بتاعت اللنج ابسس؟ تقول لي والله الاسباب بتاعت اللنج ابسس بتنقسم الى السببين. قال لك والله ممكن يكون برايمري كوزس، ماشي يا جماعه الخير، او ممكن يكون سكندري كوزس. برايمري
او سكندري كوزس. ايه معنى برايمري وايه معنى سكندري كوزس في اللنج ابسس هنا؟ قال لك برايمري كوزس يعني البكتيريا دخلت من بره على الرئه على طول فعملت ابسس. طيب سكندري، لا ده سكندري ده غالبا ممكن كده بص كده هقول لك ان كلمه سكندري في الابسس يعني كومبليكيشنز الحاجه. انتوا فهمتوا، احنا مش خدنا في النيمونيا ان ممكن من ضمن الكومبليكيشنز تعمل ابسس، وقتها نقول عليه سكندري ابسس. فهمتوا حاجه؟ يبقى برايمري معناها والله انا حصل لي اسبيريشن، حصل لي يعني بعد الشر يعني، تمام، مثلا عندي كوما او عندي مثلا سيجر، تمام، فلما دخلت في نوبه السيجر حصل تشنجات في فكي، فراحت الاسيد الجاستريك كونتنت راح حصل لها اسبيريشن على الرئه، فراحت طلعت ستاف اوريوس، فالستاف اوريوس عملت ابسس في اللنج. ده اسمه برايمري ولا سكند؟ برايمري. طيب مثلا فلان عنده نيمونيا، النيمونيا دي كانت بسبب الستاف، كان نوعها برونكوجينيك نيمونيا، حصل كومبليكيشن ما خفتش فراح دخلت في ابسس، يبقى ده اسمه سكندري. يبقى السكندري ده ممكن اقول لك ايه؟ كومبليكيشنز الحاجه ثانيه، ممكن يكون شيست وول ديزيز، لنج ديزيز، يعني من منطقه تانية حصل فيها كومبليكيشنز. طيب البرايمري يا عم اسلام، قال لك والله البرايمري ده معناها دخل مباشره للرئه، او يعني الحاجه دي هي عملت ابسس على طول من الاسم برايمري. لكن سكندري ماشي اسم يا جماعه، تمام. طيب يعني ايه مثلا؟ قال لك والله برايمري ده اشيع حاجه واكتر حاجه، وده سؤال ام سي كيو، هو الاسبيريشن. واحنا فهمنا يا جماعه. طيب مين اللي بيجي له اسبيريشن؟ مش هكتب خلاص، احنا كبار على الكلام ده يا جماعه. مين الناس اللي بتجي لهم اسبيريشن؟ والله لو حد عنده سيجر، لو حد عنده كوما اغمى عليه، فممكن الاكل يروح يدخل في ماشي، مش عشان كده الدكاتره بيقولوا للعيان يصوم قبل العمليه ب 12 ساعه، تمام. لو في سيرجري عمليه جراحيه وما كانش صايم، لو عنده دايابيتس، لان انتوا عارفين الدايابيتس بيكونوا بيرجعوا كتير، خصوصا لو عنده دايابيتك كيتو اسيدوزس، تمام، ومناعته بتكون ضعيفه، فبيكون ستاف اوريوس يعني بياخد فرصته اكتر. لو حد بياخد سيداتيف فممكن يدخل في كوما. الالكحول ماشي، النيوروجينيك ديزيز لو بيتشنج، كل ده كلام صح، كل ده كلام صح يا جماعه، تمام. ولكن عشان يكون في الكلام ده كله، يعني مش اي حد يحصل له اسبيريشن يدخل في لانج ابسس، لازم يشترط وجود ان لما يكون عنده اسبيريشن يكون في حاجتين. ايه الحاجتين دول؟ يكون في فورين بادي، ماشي، يكون في فورين بادي عشان يحصل عليه بكتيريال انفكشن اللي هو الستاف. يعني مثلا لقمه، ماشي، ما هو ده فورين بادي، لقمه، رزه، حبايه رز، ما ده اسمه فورين بادي. ما هو يا جماعه اسبيريشن هندخل ايه طيب للرئه؟ ما هو اسبيريشن يعني الجسم غريب، تمام، هيدخل للرئه، تمام. فلازم يكون في فورين بادي بس كده؟ لا، بلس انه لازم يكون في ابسنت كف ريفلكس. يعني ايه؟ قال لك فورين بادي خلاص فهمناها، رزه، مكرونه، حته عيش، حته لقمه، ماشي، في الناس اللي عندهم دايابيتس، في السيرجري، في الكوما. ابسنت كف ريفلكس، لو عنده كف ريفلكس يا جماعه، ما انا لو مثلا مش ممكن مثلا وانا باكل اروح كانت هتدخل يعني فاهمين؟ فامتى يكون عنده ابسنت كف ريفلكس؟ والله لو عنده نيوروجينيك ديزيز فالاعصاب بايظه، تمام، سيجر فالاعصاب بايظه، تمام، كوما الاعصاب مش شغاله، سيرجري واخد تخدير، دايابيتس، عنده بريفرال نيورايتس، سيداتيف، ماشي، الكحول، مش ده كله بيعمل ابسنت كف ريفلكس؟ هتلاقيه مكتوب في الكتاب. عاوز تكتبهم ورايا اكتب، بس ماشي، بس هم دول حاجات بتعمل ابسنت كف ريفلكس. يبقى اي اسبيريشن يعمل لانج ابسس لا، لازم يكون في فورين بادي متجمع حوالينه البكتيريا، بلس مفيش كف ريفلكس، ما بيطردش الرزه دي بره الفم، ما بيطردش الحاجه دي بره الفم. الكف ريفلكس مش الابيجلوتس مش بيقفل، فبيسمح للاكل ده انه يدخل للرئه. فاهمين بقول ايه يا جماعه؟ طيب ملحوظه بقى يا جماعه، احنا اتفقنا ان مين البكتيريا البايوجينيك، ستاف اوريوس، كليبسيلا، سودوموس، دي امثله، ولكن يا جماعه الخير، ملحوظه، لما يقول لك مين اكتر بكتيريا بتعمل لانج ابسس في الاسبيريشن، ركزوا في الكلام يا جماعه، اكتر بكتيريا بتعمل لانج ابسس في الاسبيريشن، تقول له الاجابه اكتر بكتيريا هم الانيروبيك. طب وتاني اكتر بكتيريا هم الانيروبيك. طيب وتالت اكتر بكتيريا هم الانيروبيك، والرابعه انيروبيك اورجانيزم، والخامسه الانيروبيك. طب والسادسه انيروبيك، والسبعه انيروبيك، والثامنه انيروبيك، والتاسعه انيروبيك، والعشره انيروبيك، تمام. انيروبيك اورجانيزم هم اكتر بكتيريات بنسبه 99.9% لو حد حصل له اسبيريشن حصل له اسبيريشن، فنوع البكتيريا تعمل له لانج ابسس هي انيروبيك اورجانيزم. فهمنا يا اسلام، احنا اعتدنا منك الفهم. هو يعني ايه انيروبيك اورجانيزم؟ الانيروبيك اورجانيزم دول اللي هم البكتيريات اللي مش محتاجين هواء عشان يعيشوا، ماشي، خلاص، معلومه ملهاش لازمه. بيكونوا موجودين فين؟ بيكونوا موجودين في الجي اي تي. خلاص انت كده فهمتنا. فهمتوا مش كده؟ ما هو الاسبيريشن ده يا جماعه عباره عن ايه؟ مش الاسبيريشن ده عباره عن الجاستريك كونتنت والاسوفيجيال كونتنت بيحصل له اسبيريشن على الرئه؟ طب ما ده جي اي تي.
امال ده ايه ده؟ ده يورينال تراكت ولا ايه يا جماعه؟ المعده ده والاسوفيجاس يورينال تراكت؟ لا ده جي اي تي. طب ما الانيروبيك اورجانيزم عايشين فين؟ عايشين بشكل يعني مش عاوز اقول اكسكلوسيفلي ولكن بشكل كبير جدا في الجي اي تي. وبالتالي لما يقول لك في مين اكتر اورجانيزم بيجي عن طريق الاسبريشن تقول له والله الانيروبيك. طب هو الانيروبيك اورجانيزم ده يا دكتور هو ده يعني بكتيريا؟ لا لا، ده يا جماعه الخير انيروبيك اورجانيزم يعني البكتيريات اللاهوائيه. طيب ايه امثله على البكتيريات دي؟ ماشي، عايز امثله على البكتيريات دي فهي الستاف اشهرهم. ما طلعناش بره الكلام يعني، تمام. لكن لما الدكتور يسالك بشكل عام يقول لك مين اكتر حاجه بتعمل اسبريشن، ما تقولوش الستاف، تقول له الانيروبيك. امثله على الانيروبيك الستاف، تمام. الانيروبيك ستاف، الانيروبيك ستاف لان في فصائل ايروبيك، تمام. الستريبت، ماشي يا جماعه، ماشي. الستريبت، الاتش انفلونزا، الهيموفيلس انفلونزا، فاهمين الفكره؟ يبقى الستاف، الستريبت، الهيموفيلس انفلونزا. طبعا عارفين الهيموفيلس انفلونزا دي بكتيريا اللي كانت بتعمل الكروب في الاطفال، تمام. طيب فدي امثله على البكتيريات اللي عايشه في الجي اي تي وانيروبيك. جماعه فاهمين كلامي؟ ان شاء الله فاهمين. طيب بالمناسبه بقى هل في حاجات تانية فيه ولكن اقل شيوعا، لكن اكتر حاجه هي تلاقيها هي الاسبريشن، واكتر حاجه بتعمل اسبريشن هي الانيروبيك، واكتر بكتيريا انيروبيك هي الستاف. تمام يا جماعه الكلام ده ام سي كيو، براحتكم، انا براحتكم، انا ما علي الا البلاغ المبين والتفهيم، تمام. طيب نيجي بعد كده ايه اسباب تانية؟ قال لك والله ممكن يكون اسباب تانية مثلا البرونكيال اوبستراكشن. برونكيال اوبستراكشن يعني ايه؟ بصوا معايا، الكلام ده شرحناه على فكره والله في النمونيا وفي البلورال افيوجن، شرحناه قبل كده يا جماعه الخير، والله شرحناه قبل كده. بصوا يا جماعه دلوقتي لو ادي الرئه، ادي المين برونكس، وادي اللي هو التفريعات بتاعه البرونكاي، تمام. طيب تخيل معايا ان في حاجه عملت اوبستراكشن، ايه الحاجه دي؟ قد تكون فورين بودي، يعني مثلا في فورين بودي مثلا، او في ليمف نود مثلا موجوده هايلر ليمف نود ضغط على البرونكاي. في مثلا قد يكون مالجنسي من بره في اللنج تيشو او في الشيست وول، بغض النظر هو فين، لكن المهم عمل كومبريشن على البرونكاي. يحصل ايه للبرونكاي؟ البرونكاي والله يا جماعه نلاقيها اتقفلت، يعني ادي البرونكاي بدل ما هي عامله كده نلاقوها في حته منها اتقفلت بالشكل ده، صح كده؟ في حته منها حصل لها كومبريشن او اوبستراكشن. يبقى ادي في جسم غريب، ولنفترض انه ده مثلا مالجنسي، ده ورم مثلا، تيومر، تمام. في جسم غريب تيومر، التيومر ده عمل ايه؟ اوبستراكشن. قال لك الاوبستراكشن ده حاجه من اتنين، الاوبستراكشن ده قد يكون بارشيال او قد يكون توتال او كومبليت. لو بارشيال اوبستراكشن زي اللي في الشكل ده، هتلاقي ان الهواء عارف يدخل كويس، لان اثناء الدخول انت بتوسع البرونكاي، الكلام ده شرحناه قبل كده. اثناء الدخول فانت البرونكاي دي بتوسع عشان تستقبل الهواء، واثناء الخروج بتروح تضيق، صح كده؟ اثناء ما انت بتخرج الهواء فالبرونكاي دي بتضيق. طب ما الحته دي ضيقه، يبقى هتلاقي مشكله اكتر امتى؟ هتقول لي اثناء الخروج، غلط، في الاثنين، بس اكتر اثناء الخروج. يبقى المشكله في الاثنين، يعني اثناء دخول الهواء، اثناء الانسبيريشن واثناء الاكسبيريشن، لكن اكتر اثناء الخروج، تمام. فاثناء الخروج تلاقي ان الهواء بيعدي كده من خلال منطقه ضيقه قوي، لان المنطقه دي اصلا مقفوله، وانت اثناء خروج الهواء بتضغط على يعني البرونكاي بتنقبض عشان تخرج الهواء، فتلاقي ان المنطقه دي الهواء بيعدي من منطقه ضيقه قوي فيعمل ويزس اللي هو، فاهمين الفكره يا جماعه؟ اثناء الدخول البرونكاي بتوسع، تمام، فالمنطقه الضيقه دي فتحت شويه. طب اثناء الخروج بتضيق، فاهم؟ فالمنطقه دي اصلا ضيقه فتبقى عامله زي الصفاره، تمام. طب وايه المشكله؟ ان الهواء مش عارف يخرج كويس، فتلاقي ان في شويه هواء خرجوا وشويه هواء محبوسين جوه، يحصل امفيزيما. الله ينور عليك، ممتاز يا جماعه، سميناها امفيزيما، يقول لك ترابمنت امفيزيما، ماشي. فده امفيزيما هنشرحها بعدين في السي او بي دي. طيب لو الاوبستراكشن ده كومبليت اوبستراكشن، يعني قافل كده، يعني ولا في هواء بيدخل ولا في هواء بيخرج، تتوقع ايه اللي يحصل؟ والله ماشي ان الجزء ده فيه هيتاثر الهواء، وان في جزء مش هيدخل له هواء، تمام، ممتاز. لكن ايه تاني ممكن يحصل؟ والله مش في يا جماعه سكريشنز؟ السكريشنز دي تفضل مع الوقت تتحوش، تفضل الخلايا اللي بتطلع سكريشنز ميوكس بتطلع بس مش عارفه تخرج لبره، مش عارف تكح السكريشنز دي، فتفضل السكريشنز تتجمع، يحصل اكيوميليشنز مع الوقت للسكريشن. طب والسكريشنز دي يا جماعه يحصل ايه على السكريشنز دي؟ والله تبدا اي بكتيريا معديه يمين وشمال يحصل بكتيريال انفكشن على السكريشن، ويحصل سكندري انفكشن على السكريشنز دي. فالسكريشنز دي يا جماعه اول ما تتجمع يحصل عليها انفكشن. طب ما يمكن الانفكشن ده يكون انيروبيك فيعمل لنج ابسس. يبقى فهمنا يا جماعه فكره الاوبستراكشن، عشان دي مش هقولها تاني عشان احنا شرحناها قبل كده. يبقى البرونكيال اوبستراكشن ممكن يعمل لنج ابسس لو كان كومبليت اوبستراكشن، وكان نوع البكتيريا اللي جوه السكريشنز دي انيروبيك اورجانيزم. طب وايه اللي يعمل برونكيال اوبستراكشن؟ براحتك، ممكن يكون فورين بودي،
ممكن يكون مالجنسي، ممكن يكون ليمف نود انلارجمنت، وات ايفر بقى ايه السبب يا جماعه. لكن انتوا فاهمين، ما تخلوناش نكتب تفاصيل ملهاش لازمه تدوش دماغك. انا عاوز اقول لك العناوين الاساسيه والباقي ده تعرف تقوله سهل. طيب تمام. طيب ولكن معلش بس ايه يعني هفوه بسيطه خالص، ان البرونكيال اوبستراكشن ده يا جماعه يعتبر سكندري، مش كده؟ يعني هو الاسبيريشن ده اللي هو الانفكشن او الاورجانيزم ده دخل على طول على الرئه، انما البرونكيال اوبستراكشن ده عباره عن سكندري للمالجنسي، سكندري للفورين بادي. فانا بعتذر بس يمكن بس الجزء اللي لخبط معايا، لان كتاب القسم الرخم بتاعنا ملخبط الكلام كله على بعض، حاطط كل حاجه على بعض، تمام؟ فهو الراجل يعني لخبطني معاه يعني ماشي، اللي هو انا حاطط برده جنب كتاب القسم كمرجع عشان برده لو في معلومه مختلفه ولا حاجه ماشي يكون برده من كتاب القسم بتاعنا. فهو كتاب القسم بس اللي رخم، هو مش مفرق بين البرايمري والسكندري، فدي معلومه بسيطه بس ايه فرق بينهم عشان يعني يعني انت فهمت الفكره. طبعا برونكيال اوبستراكشن حاجه عملت زي ما قلت لكم، فهي كومبليكيشن للمالجنسي، كومبليكيشن للفورين بادي، تمام؟ فلما حصل سكندري بكتيريال انفكشن فده يعتبر سكندري. حد يقول يعني برايمري يا دكتور ده يعتبر ده بس الاسبريشن؟ اسبريشن بس في غياب الكف ريفلكس وفي فورين بادي. اسبيريشن بقى الفورين بادي، الفوميتاس، البلد، تمام؟ وقلنا الموست كومن اورجانيزم. طيب في حاجه بتميز البرايمري عن اي حاجه تانية؟ هو يا جماعه لما يحصل اسبريشن، مش لما يحصل اسبريشن الانفكشن ده هيروح ناحيه واحده ولا ناحيتين؟ ناحيه واحده يا جماعه، ناحيه واحده، تمام؟ يعني الانفكشن ده هيروح ناحيه واحده لما يحصل اسبريشن. يعني لما حد كده اهو زي ما انتم شايفين كده، فاهمين؟ الاكل او الرزايه، ما هو يا جماعه انتوا خلوا بالكم، ما انا بقول اسبريشن مش قصدي على الفوميتاس كله، لا انا قصدي على الرزايه اللي اتحشرت. حد فاهم حاجه؟ فهو لما تتحشر الرزايه او حاجه فيها بتروح يونيلاترال، وغالبا بتكون سنجل رزايه. طب اكتر في الرايت ولا في الليفت؟ والله يا جماعه لو انتوا فاكرين كان يقول لك بص كده ادي البرونكاس، كان يقول لك والله ان الليفت برونكاس بتكون شكلها مايل وطويل، لكن الرايت برونكاس شكلها مور هوريزونتال وقصير. ده معناه ايه؟ معناه ان لو في رزه او في مثلا حته اكل هتحصل لها لودج، يعني هتقع او يعني هتستقر اكتر فين؟ اكيد في الجزء اللي هو المستعرض والمستعرض والاوسع اللي هو مين؟ اللي هو الرايت. فاهمين الفكره؟ يعني ادي بص كده، لو انا رسمت المين برونكاس الليفت ضيقه وشكلها اوبليك اكتر، انما الرايت هوريزونتال اكتر، يعني اللي هو عرضيه اكتر واوسع. فلما في جزء يقع من الاكل او رزايه او حاجه بنسبه اكبر بتكون في الناحيه الرايت، عشان كده بتكون اكتر في الناحيه الرايت. فاهمين الفكره يا جماعه؟ عشان كده اكتر من ناحيه، بغض النظر عن شيست اكس راي دي، ما هو مش لازم دايما تكون في الرايت، ولكن اعرف ان الاسبريشن ليه شويه مميزات. ايه مميزاته؟ انه غالبا هو بيقع في الناحيه الرايت، فهو بيكون يونيلاترال، تمام؟ هو حوالين رزايه واحده او مثلا لقمه واحده او فتيته، فهو بيكون سنجل مش في الرئه كلها. ممتاز. ايه تاني؟ بيكون اكتر في الناحيه الرايت بسبب الاناتومي بتاع البرونكاس، بيكون اكتر في الناحيه الرايت. ليه؟ لان الرايت برونكاس قلنا انها اقصر واوسع وعرضيه اكتر، مور فيرتيكال، تمام؟ مور فيرتيكال، تمام؟ معلش انا اسف، مور فيرتيكال اللي هي يعني بالطول اكتر مش بالعرض، ما هي لو بالعرض اكتر يعني مش هتوقع الاكل، تمام؟ ماشي. مور فيرتيكال يعني بالطول اكتر، عامله كده اكتر، عكس الرايت برونكاس عامله كده اكتر بالعرض اكتر، دي هتكون اسهل انه يتزحلق زي الزحليقه كده، تمام؟ يبقى ليه؟ عشان الرايت برونكاس مالها يا جماعه؟ وايدر، اعرض، اند شورتر واقصر، اند ايه تاني؟ مور فيرتيكال، يعني طوليه اكتر، فتتزحلق زي الزحليقه كده اكتر من الليفت تحسها مستعرضه شويه فصعب الحاجه تنزل فيها يعني، تمام؟ مور فيرتيكال، تمام؟ وان كونتينيوتي ويز تراكيا، يعني رابع حاجه ان كونتينيوتي ويز، اكتبها بالفرنساوي افيك، ماشي؟ تراكيا. يعني ايه ويز كونتينيوتي ويز تراكيا؟ يعني لو انا رسمت يا جماعه التراكيا بص كده هتحس ان الرايت حته من التراكيا، بص كده ادي التراكيا، بص الرايت كانها حته منها مكمله منها، لكن بص الليفت كانها متشعبه. حد فهم حاجه يا جماعه؟ بصوا كده، شايفين الرسمه دي ممتازه خالص، الرسمه دي فيها كل السمات، شايفين؟ ادي التراكيا، بص الرايت وادي الليفت، شايفين يا جماعه؟ ملاحظين ان الرايت تحسها كده ايه مكمله مع التراكيا حته منها، لكن الليفت كانه فرع شجره. حد فهم حاجه؟ يبقى الرايت ويز كونتينيوتي ويز تراكيا، فسهل النزول الاكل ليها. بص كده اعرض، شايفين العرض اهي اعرض في الحجم، لكن دي اضيق شويه. طب بص كده مور فيرتيكال، فاهمين الفكره؟ تمام؟ شورتر اقصر، ماشي. يبقى دي السمات او دي الصفات. ثالث حاجه يبقى احنا قلنا ايه دي الصفات بتاعت الرايت تراكيه، يبقى قلنا انها بتكون يونيلاترال سنجل رايت، غالبا بتكون اكتر يا جماعه فين؟ في البيز. ليه؟ دي سهله عشان الجرافيتي، عشان الجاذبيه. لو حبايه رز وقعت اكيد مش هتقع لفوق، اكيد هتقع لتحت، فغالبا هتلاقيها وقعت هنا مش معلش
ماشي، غالبا هتلاقيها وقعت هنا اكتر في البيز، مش هتلاقيها اكتر فوق. يبقى دي السمات بتاعت الاسبيريشن اللي هي البرايمري لانج ابسس اللي احسن يسالك عنها في الام سي كيو. تمام ماشي، يونيلاترال سنجل رايت وفي البيز، وكل واحده يعني قلناها ليه. السكندري بقى قلنا كومبليكيشنز الحاجه زي البرونكيال اوبستراكشن وضحناها وشرحناها. ممكن تكون حاجه تانية ممكن تكون الحاجات تانية كتير يا جماعه. يعني ممكن مثلا تكون سيبتيك امبوليزم جاي من الدم، ما ده كومبليكيشن. سيبتيك امبوليزم، ايه سيبتيك امبوليزم؟ عباره عن مجموعه من البكتيريا عامله لي امبوليزم في الدم وانتقلت للرئه، سيبتيك امبوليزم. طب ما ده كومبليكيشن لايه؟ كومبليكيشن لحاجه زي السب اكيوت بكتيريال اندوكاردايتس، هناخده في الكارديو ان شاء الله. عباره عن سمعنا عنه في الاطفال، عباره عن مجموعه من البكتيريا نايمه على الصمامات، مش كانت بتعمل حاجه اسمها فيجيتيشن، وممكن يطلع منها حاجه اسمها سيبتيك امبولاي. تمام. او مثلا لو حد مركب بروسيسز اللي هو صمام صناعي، الصمام الصناعي انتوا عارفين ان هو عرضه اكتر انه يتحوش عليه البكتيريا، مش كده يا جماعه؟ البروسيسز اللي هو صمام صناعي او مثلا مفصل صناعي، فممكن البكتيريا دي تطلع في الدم تعملك سيبتيك امبوليزم. طب ما ده كومبليكيشن. ثرومبوفليبايتس، التهابات على جلطه مثلا في الفين وحصل عليها التهاب ركب عليها انفكشن. تمام. طيب ممكن تكون ايه تاني يا جماعه؟ ممكن تكون دايركت سبريد، يعني انتشار مباشر. يعني انتشار مباشر يعني والله في خراج في الليفر، دايركت سبريد. ماشي يا جماعه. ممكن تكون في ايه مثلا؟ خراج او ابسس في الليفر اللي هو كان الاميبيك ابسس. طب ما هو الليفر هنا، بص يا جماعه، مش الليفر هنا كده اهو، مش الليفر هنا؟ تمام. طيب ما لو في ابسس هنا، من كومبليكيشنز الابسس بتاعت الليفر انه يحصل سبريد لفوق، فتلاقي ان حصل انفكشن هنا، صح كده يا جماعه؟ او حصل ابسس في الرئه. فاهمين الفكره؟ يبقى ممكن يكون بسبب دايركت سبريد مثلا اللي هو مثلا في الهيباتيك في الليفر، او تحت الديافرام، مش في حاجه اسمها سب فيرينيك ابسس، يبقى ده اسمه دايركت سبريد. تمام. يبقى قلنا ان هو ممكن يكون والله سب دايفراماتيك زي السب فرينيك ابسس، او الاميبيك ليفر ابسس اللي هو ماشي. او ممكن يكون بسبب الميدياستاينم، ممكن يكون مثلا في كانسر في الرئه في الاسوفيجاس. تمام. وانتشر من الاسوفيجاس، الكانسر ده عمل نيكروزس وانتشر من الاسوفيجاس للرئه، فده يعتبر كل ده سكندري، مش كده؟ مفيش حاجه برايمري الا الاسبريشن، الانفكشن على الرئه على طول. فاهمين الفكره يا جماعه؟ يبقى ممكن دايركت سبريد، وقلنا الامثله بتاعتها اللي هي الاميبيك ليفر ابسس والسب فرينيك ابسس. ممكن يكون في الدم سيبتيك امبولاي زي السب اكيوت بكتيريال اندوكاردايتس، البروسيتيز، الحاجات دي. ممتاز. ممكن يكون ايه تاني يا جماعه؟ ممكن يكون في الرئه نفسها في بايميك ابسس سكندري تو بكتيريميا. يعني ايه؟ يعني ممكن يكون فيها يا جماعه في الدم، قلناها اللي هي سب اكيوت بكتيريا، هي السبتيك امبوليزم دي ممكن نقول عليها اسم تاني بايميك ابسس. بايميك يعني صديد جاي من الايميا، بس في الايميا بايميك ابسس. فاهمين الفكره يا جماعه؟ بايميك ابسس. ممتاز. اخر حاجه ممكن يكون كومبليكيشن للنيمونيا. ودي قلناها، بس انهي نوع نيمونيا يا جماعه؟ كومبليكيشن للنيمونيا. حد يقول لي اللوبر غلط، حد يقول لي البرونكوجينيك غلط. احنا مش هنقول بالنوع، احنا هنقول بالاورجانيزم، لان احنا اتفقنا يا جماعه ان ممكن اي نوع يعمل اي نوع، مش كده؟ مش قلنا يا جماعه ممكن مثلا الاستاف هي مشهوره انها بتعمل برونكوجينيك، لكن ممكن تعمل لوبر. تمام. الستريبتوكوكس نيمونيا مشهوره انها بتعمل لوبر، لكن ممكن تعمل برونكوجينيك. مش قلنا الكلام ده يا جماعه المره اللي فاتت؟ وبالتالي انا مش هقول لك بالنوع، لان اللوبر دي لا، ده ممكن تكون بكذا نوع، فانا هقول لك بالاورجانيزم. ايه الاورجانيزم؟ لا، ما انا غششتها لك يا جماعه، غششتها لك. ستاف اوريوس، كليبسيلا، هيموفيلوس انفلونزا اللي قلناهم بدري، اللي بنقول عليهم ايه يا جماعه؟ بايوجينيك اورجانيزمز، ما قلناها يا جماعه بدري، مش كده؟ وبالتالي دي الاسباب بتاعت مين؟ اللنج ابسس برايمري اللي هي بتاعت الاسبريشن وقلنا صفاتها، وسكندري اللي هي بتاعت الكومبليكيشنز. كلمه كومبليكيشنز دي من عندي بس عشان تفهم القصه. ماشي، ممتاز خالص. ممكن كمان برضو زود عليهم لو حاجه في الرئه، حاجه اسمها البرونكيكتسس، ودي هناخدها ان شاء الله النص الثاني من المحاضره. تمام. البرونكيكتسس افتكر انها من ضمن الاسباب اللي ممكن تكومبليكيت بلانج ابسس. ماشي. ايه البرونكيكتسس ده؟ عباره عن اتساع في البرونكاي مع انفكشن. ماشي، اتساع في البرونكاي مع انفكشن، برونكيكتسس. ماشي. طيب تمام. طبعا خلاص احنا اتفقنا ان بيكون يونيلاترال. طب هل السكندري مختلف عن البرايمري؟ لا، الا البايميك، لانه ده جاي من الدم، فلما الدم يجيب انفكشن يا جماعه، هل هيوديه الناحيه واحده؟ لا، هيوديه الناحيتين. فلو كان بسبب سيبتيك امبوليزم او سب اكيد اللي احنا قلنا اسمه بايميك ابسس جاي من الدم، طب ما الدم هيوديه لليمين وللشمال، فانت غالبا هتلاقي الابسس ايوه بايلاترال. الله ينور عليك، صح كده؟ هتلاقي الابسس مالتيبل مش سنجل. الله ينور عليك. تمام. مالتيبل مش سنجل. هتلاقي الابسس سمول لانها نقط صغيره، كل شعيره دمويه موديه لك حته انفكشن صغيره. هتلاقي الابسس يونيفورم،
يعني نفس الحجم، لان كلهم جايين من نفس القطر بتاع الشعيرات الدمويه. فاهمين الفكره؟ يونيفورم ان سايز اند ان شيب. حد يقول لي ثانيه، طب ما انت دكتور جبت اشعه مقطعيه ليها بدري. بالظبط. فاكرين الاشعه المقطعيه دي اهو، دي غالبا جايه من الدم اللي جابها هنا وجابها هنا وجابها هنا وجابها هنا، كل بؤره من دي جايه من شعيره دمويه. فاهمين الفكره؟ فاهمين الفكره يا جماعه؟ هتلاقوها مالتيبل وبايلاترال اهي، شايفين بايلاترال اهي ومالتيبل. فغالبا الشخص ده جاي له من عن طريق الدم. ازاي؟ والله الدم دخل فيه انفكشن، ممكن يكون عنده مثلا صمام صناعي، ثرومبوفليبايتس، سب اكيوت بكتيريا. فاهمين الفكره؟ المنطق واحد، ان في بكتيريا في الدم ماشي. لكن الباقي ما باقي سهل، يعني الباقيين غالبا برضو بيكون سنجل ويونيلاترال، وزي ما قلنا رايته في البيز. تمام، مش شرط رايت، لان يعني ممكن النيمونيا تكون في الناحيه الليفت عادي يعني. تمام. طيب لكن المهم تعرف ان والله لو بيمك يبقى بايلاترال، لكن لو برايمري بتاع الاسبريشن يونيلاترال سنجل رايت في البيز. ممتاز خالص. طيب هل في مراحل لللنج ابسس؟ مراحل، مراحل. زي ايه؟ زي النيمونيا. هو احنا مش خدنا يا جماعه مرحله الكونجستشن، مرحله الهيباتيزيشن، مرحله الريزولوشن؟ طيب تمام. ايه المراحل بتاعت اللنج ابسس؟ سؤال يا جماعه، هو اللنج ابسس ده انا حكيت لكم بيحصل ازاي مش كده؟ انه بتدخل بكتيريا، والبكتيريا دي بتعمل التهاب، والالتهاب ده بعد كده المناعه بتهاجمه وتحوطه بفايبروزس، مش كده؟ ممتاز. يعني في البدايه الستيج الاولى نقدر نقول عليها ستيج اوف نيمونيا. ما هو المرحله الاولى عباره عن التهاب في اللحمه بتاعت الرئه. يبقى ستيج 1 يا جماعه هي النيمونيا، هي يا جماعه الباثولوجي اوف نيمونيا. ممكن نقول عليها نيمونيك ستيج، دي الستيج الاولى. الله، طب ما هي نيمونيا بالظبط كده. نقدر نقول عليها نيمونيك ستيج، اللي هي المرحله اللي كان فيها التهاب. بس ايه الفرق؟ ان النيمونيك ستيج دي هتكون كم مرحله؟ حد يقول لي ثانيه 3 يا دكتور انا مذاكر. هقول لك غلط. هقول لي ليه؟ هو مش النيمونيا دي كانت هيباتيزيشن، كانت كونجستشن وهيباتيزيشن وريزوليوشن؟ ممتاز، بس دي النيمونيا. لكن هنا ما حصلش ريزوليوشن يا جماعه، ما حصلش ريزوليوشن، ده حصل كومبليكيشن. حصل كومبليكيشنز يا جماعه. ايه الكومبليكيشن؟ الابسس. انتوا فاهمين الفكره يا جماعه؟ هو مش النيمونيا احنا اتفقنا انها 4 مراحل اللي هم مين؟ كونجستشن، 3 مراحل انا اسف، كونجستشن، هيباتيزيشن وريزوليوشن، او ممكن الريزوليوشن دي تبدل بكومبليكيشن. لكن هنا ايه بقى؟ ما فيش مرحله الريزوليوشن، لان الريزوليوشن معناها خف. طب هنا خف؟ لا ما خفش، ده قلبت بابسس. يبقى النيمونيك ستيج الالتهاب ده نفس اول مرحلتين، في كونجستشن وفي مش عارف ايه وفي ايه وفي ايه، يعني ده نفس كل حاجه. نفس كل حاجه، حتى السيمتومز والساين مش هشرحهم، مش شرحناهم يا راجل، مش شرحناهم المحاضره اللي فاتت. يبقى النيمونيك ستيج دي يا جماعه نفس اعراض ونفس السيمتومز والساين بتاعت النيمونيا، نفس النيمونيا باستثناء مرحله الريزولوشن. يعني في البدايه هيكون في كونجستشن، وهيكون في فاين كريبيتيشن، وهيكون الفاين كريبيتيشن ده العيان ممكن يكون فيه اللي هو يا جماعه دراي كف، وبعد كده الدراي كف هيقلب كوبياس كف، والكف ده هيكون كتير جدا، وممكن يكون لونه اصفر ويكون ثيك ميوكس او جرينش لو كان سودوموناس. وبعد كده شوف الاكزامينيشن، شرحنا المحاضره اللي فاتت، مش عيد النيمونيا تاني، احنا استفدنا بما فيه الكفايه في النيمونيا، استفدنا بما فيه الكفايه في النيمونيا يا جماعه. تمام. وبالتالي نفس مراحل النيمونيا اكسبت مرحله الريزولوشن. مش هكتبها، انت فاهم، انت فاهم يا جماعه. تمام، ممتاز. وبالتالي المرحله الاولى يا جماعه هي مرحله الكونجستشن ومرحله مين؟ الهيباتيزيشن اللي احنا شرحناها. طب تتوقع المرحله الثانيه ايه؟ ده الجديد بقى، ده الجديد. ايه الجديد؟ اللي هو الجديد في المرض بتاعنا. اللي هو والله ده بدا اللي هو مين؟ البكتيريا دي تعمل كافيتيشن وتعمل تاكل ويبدا يتجمع صديد. يعني ده الجديد بتاعنا، دي ستيج 2. يبقى ستيج 1 ده الكلام القديم اللي احنا عارفينه، لكن ستيج 2 دي اقدر اقول لك عليها ستيج اوف اكيوت ابسس. حد فهم حاجه؟ يعني ده الكلام الجديد بتاعنا بقى. يعني ستيج 1 ده الكلام اللي شرحناه المره اللي فاتت. ستيج 2 دي والله ده الكلام الجديد، اللي هو احنا مش اتفقنا يا جماعه بيحصل اول بكتيريا تدخل ويحصل التهاب وانفلاميشن واديمه، وبعد كده البكتيريا المناعه تيجي تحاوطها، من اول المناعه جت حوطتها وبدا يتكون باس فورميشن جوه الكافيتي. ده الجديد اللي هو ستيج 2. يبقى دي مرحله الاكيوت ابسس. طيب ماشي، الاكيوت ابسس دي يا جماعه اللي هي فيها مين؟ تيشو نيكروزس. حتى لو شايف الدياجرام اللي جابوها فورميشن اوف كافيتي فيلد ويز بس، اللي هي مرحله الاكيوت ابسس. طب الاكيوت ابسس ده ايه مصيره؟ زي ما انتم شايفين، بصوا شايفين يا جماعه اهو، شايفين لسه المرحله الاولى مجرد شويه التهاب، شايفين المرحله الثانيه في جزء من الرئه اتاكل. ما انتوا فهمتوا خلاص ان البكتيريا دي بتعمل تيشو بريك داون، وبعدين بدا يتجمع مجموعه من الصديد جوه. طيب المرحله الثالثه قال لك الستيج 2 دي عندها طريق من 2، يا يحصل لها ريزوليوشن، يعني لو احنا لحقناها الصديد ده يختفي خلاص وتخف، يا تدخل في ستيج 3 اللي هي ايه؟ ستيج 3 اللي هي مرحله الكرونيك ابسس.
مرحله ايه يا جماعه؟ مرحله الكرونيك ابسس. يبقى ده كلام محترم جدا. انت لو ملاحظ انا مخليهم لك كانهم مين؟ خطوات مش انواع. تمام؟ حتى هم اسمهم ستيج اصلا. تمام؟ يبقى ستيج 3 دي يا جماعه مرحله الكرونيك ابسس. يعني ايه مرحله الكرونيك ابسس دي يا جماعه؟ اللي هي مرحله الirreversible دامج لللنج تيشو. irreversible دامج يعني طالما انت دخلت في الكرونيك ابسس يبقى ده معناه irreversible، خلاص الجزء ده مات ومليان صديد واخره انه يتفايبر. شايفين يا جماعه؟ بصوا عباره عن حته ميته فيها فايبروزس وخلاص، ده اسمه كرونيك ابسس. تمام؟ دي المرحله الثالثه. يبقى ده مرحله يا جماعه irreversible، غير رجعيه، ما بترجعش تاني خلاص، irreversible الحته اللي ماتت دي. طيب السؤال هو امتى اقول ان انا يعني العيان دخل في كرونيك ابسس؟ الاجابه يا جماعه لو انتوا فاكرين خدنا في الليفر ان لما نقول الاكيوت هيباتيتس ده كان محتاج كام شهر؟ حد فاكر؟ 6 شهور. تمام؟ طيب مثلا الاكيوت دايريا كان 4 أسابيع. حد فاكر الحاجات دي يا جماعه؟ لكن هنا اصل كل مرض ليه مده معينه، يعني ما ينفعش اقول ان المرض ده 6 شهور يبقى كرونيك شهر، لا مش كده، كل مرض ليه مده. طب هنا قال لك والله عشان تقول انه دخل في كرونيك ابسس ده معناه ان الابسس ده موجود عنده لمده 2 مانث، لمده شهرين. بعد شهرين ما خفش. لو قعد شهرين والابسس ده ما اختفاش رسمي دخل في الكرونيك ابسس، بغض النظر عن اي حاجه تاني. يبقى الابس ده مش هيخف تاني. فهمتوا حاجه يا جماعه؟ فهمتوا حاجه؟ يبقى تاني ايه ستيج 1 دي؟ والله يا جماعه ستيج 1 ده كلام منطقي، ان والله ده في شويه انفكشن دخلوا فيعملوا لك اعراض شبه اعراض مش شبه، هي نيمونيا، بس نيمونيا لوكال، نيمونيك ستيج اللي هو كونجستشن وهيباتيزيشن والرق، لا مفيش ريزولوشن. طب ستيج 2 والله ده بدا يحصل تيشو بريك داون وكافيتي وصديد اللي هو الجديد. بحب اقول ستيج 2 ده اللي هو الكلام الجديد. ايه الكلام الجديد؟ اللي هو الكلام الزياده عن النيمونيا، الكلام بتاع النهارده يعني، اللي هو الكلام بتاع النهارده، اللي هو الكلام الجديد اللي شرحته لك بدري اللي اسمه اكيوت ابسس. طب لو الاكيوت ابسس ده ما خفش وقعد شهرين مش اسبوعين مش 6 شهور، شهرين، رقم محدد بيجي في الام سي كيو وبنتسال عنه. تمام؟ والله لا خلاص جزء اللنج ده يموت، حته الرئه دي تموت، يحصل اوبليتريشن للكافيتي يعني يتسد بالفايبروزس والحته دي تبقى ناشفه، يقول لك حصل نيموسكليروزس تصلب رئوي في الحته دي، يعني الحته دي بقت ناشفه لانها بقت فايبروز لما انت تتعور وتكون قشره على التعويره فتبقى ناشفه، فيقول لك اسمها نيموسكليروز. دي ستيج 3 او كرونيك ابسس. كل ستيج منها ليهم صفات. تمام؟ ستيج 1 خلاص خلصناها. طيب ما تيجي ايه رايك نقارن بين ستيج 2 وستيج 3 اللي هم الجداد بتوعنا؟ تعال نعمل مقارنه بينهم محترمه جدا، واي كلمه مش فاهمينها ان شاء الله هشرحها لكم. طيب لو هنقارن بينهم ادي مقارنه ما بين الاكيوت ستيج والكرونيك ستيج. المقارنه دي حفظ يا جماعه بس انتوا فاهمينها كده فاهمينها ان شاء الله. تمام؟ طيب احنا خلاص قلنا ان في الاول مرحله خلاص اللي اسمها النيمونيك ستيج دي نفس الاعراض بتاعت النيمونيا ودي مش هنشرحها تاني. ممتاز. قلنا بعد كده لما يبدا يتكون حاجات اللي هو الجديد بقى بتاعنا اللي هو ايه الجديد؟ اللي هو تيشو نيكروزس وسابيوريشن والكلام ده كله، ده اسمه اكيوت ستيج. لكن امتى بقى يا جماعه؟ اهو يا جماعه الكلام اللي كنا بنقوله، امتى بقى يطلق عليه كرونيك ستيج؟ اذا بقى اكتر من 2 مانثs. شايفين يا جماعه؟ اكتر من شهرين اهو، شايفين العلامه دي؟ طيب اكتر من شهرين ده كلام محترم جدا. يبقى ده اسمه ستيج اوف كرونيك ابسس. ايه الفرق بينهم؟ قال لك والله اكيوت ستيج فيها يا جماعه الكلام ده كله اللي هو الصفات بتاعه الابسس، انه حصل والله سابيورتيف ليكويفيكيشن يعني بدا يتكون بص. تمام؟ قال لك ده على اليوم التاسع ل 12 ماشي. تمام؟ وقال لك في العيان هيبدا يحصل بيوريلانت سبيوتم يعني هيكح كده مين؟ بلغم في صديدي من الفكره، وفي كافيتي وليه الريجولار ثين وول اللي هو بدا يحصل فايبروزس. تمام؟ وممكن الكافيتي ده يا جماعه يعمل اوفرلاينج اكيوت بلوريزي، يعني الادهيجن ده يوصل او الالتهابات دي توصل للبلورا. ما هو يا جماعه ما البلوريزي احنا خدنا البلوريزي مش كده؟ كان من ضمن الاسباب بتاعته اللونج ابسس والنيمونيا. تمام؟ امال الستيج اوف كرونيك ابسس بقى ايه اللي بيميزها؟ قال لك ده الفايبروزس كتر فبدل ما كان ثين وول بقى ثيك وول. تمام؟ بسبب ان في فايبروزس، ده اللي هو ستيج اوف كرونيك. ماشي؟ كلام سهل جدا والله، كلام سهل جدا. طيب السيمتومز بقى قال لك السيمتومز والله في الستيج اوف اكيوت ابسس هيكون ايه يا جماعه؟ اعراض الاكيوت ابسس. اعراض الابسس عموما ايه اعراض الابسس؟ هو مش ده التهاب، فهتلاقي معاه مين؟ الاكيوت ابسس هتلاقي معاه فيفر، هيديك، ماليز، انيروكسيا. طيب تمام، خلي بالك الهيديك والفيفر والماليز انيروكسيا ده امبروف وذ كليرنج اوف باس باي كف. تمام؟ ماشي، كلام منطقي، يعني كل ما يكح الصديد ده فالاعراض يعني تتحسن شويه. ماشي، كلام محترم. سابيورتيف سيندروم. ايه سابيورتيف سيندروم؟ دي نسيت اقول لكم عليها يا جماعه، دي نسيت اقول لكم عليها. يعني بقى كده جت، يعني مش هتخفى عنينا. يعني ايه هي بقى؟ ان في حاجه يعني هناخدها ان شاء الله، او يعني هي دي اللي احنا بناخدها، اسمها سابيورتيف لانج سيندروم. تعالوا كده على جنب كده نكتبها على جنب عشان دي حاجه مهمه جدا. تعالوا كده نكتب دي على جنب عشان دي جزئيه مهمه جدا.
ماشي. في حاجه كده يا جماعه هناخدها اسمها اس ال اس، اختصرت ايه اس ال اس؟ سبيوراتيف يعني صديدي، سبيوراتيف لنج، سبيوراتيف لنج سيندروم. هي ايه السبيوراتيف لنج سيندروم دي؟ قال لك والله السبيوراتيف لنج سيندروم دي عباره عن ان العيان، اسمع كده الكلام يا جماعه، ان العيان بيكح كحه كل يوم، كحه صديديه كبيره ريحتها وحشه. تعال اكتب الكلام ده يا جماعه، ده اسمه سبيورتيف لانج سيندروم. يعني لو عيان يجي يشكي انه بيكح كل يوم كحه كتير، الكحه دي مليانه صديد، تعال اكتبها لك، يبقى بص كده العيان بيكح ماشي كل يوم. انا اكتب لك بالعربي اهو، لان ده فعلا هي شكوى مش مرض، هي شكوى. السبيورتيف لانج سيندروم ده شكوى مش مرض. ايه الشكوى دي؟ اللي هي ان العيان بيكح كل يوم ماشي، كحه ماشي. الكحه دي مالها؟ قال لك والله الكحه دي كبيره، يعني بيكح كميه كحه كبيره، يعني مش مجرد كحه ولا اتنين، لا كحه جامده كبيره. الكحه دي ايه ميزاتها تاني؟ انها صديديه، يعني بيطلع مع الكحه دي صديد يعني في بيريولنت سبيوتم. تمام. ايه تاني؟ ريحتها وحشه. تمام، ريحتها وحشه. قال لك والله الشكوى دي اسمها سبيوراتيف لانج سيندروم، بيكح كحه كل يوم. الكحه دي يا جماعه كل يوم، الكحه دي كل يوم ايه بتميزها؟ ان الكحه دي يا جماعه بتكون باروكزيسيمال. يعني ايه باروكزيسيمال؟ نوبيه، يعني كده بتيجي نوبه عليه في نص اليوم في الظهر، يفضل لمده 10 دقائق او ربع ساعه مش ساكت. يبقى الكحه دي بتكون باروكزيسيمال، يعني عباره عن نوبه يا جماعه. باروكزيسيمال يعني نوبه، يعني يجيله نوبات من الكحه دي. تمام. الكحه دي كمان مالها يا جماعه؟ الكحه دي بتكون related to posture، يعني بتتاثر بالبوزيشن بتاع العيان. related to posture. ازاي بتتاثر بالبوزيشن؟ انهي بوزيشن اللي بتتاثر بيه؟ قال لك والله لما العيان ينام على الهيلثي سايد الكحه تزداد. تاني لما العيان ينام، لما العيان اهو بكتب العربي يا جماعه، الكلام ده تحفظوه عن ظهر قلب. لما العيان ينام على، الكلام ده تجميعات يا جماعه بفلوس، والله تجميعات قويه جدا. تمام. لما العيان ينام على الهيلثي سايد، ايه اللي يحصل يا جماعه لما العيان ينام على الهيلثي سايد؟ الكحه تزداد. خدنا قبل كده حاجه ليها علاقه بالبوزيشن اللي هو البلوريتك شيست بين، حد فاكره؟ بس قلنا البلوريتك شيست بين لما ينام على الافكتد سايد يروح يعني الالم يخف شويه، حد فاكر؟ لا، هنا لما ينام على الهيلثي سايد الالم يزداد. طب ليه؟ حد يوقف الفيديو ويفكر ليه لما العيان ينام على الافكتد سايد يلاقي الكحه ازدادت شويه؟ عشان يا جماعه لما ينام على الهيلثي سايد، لما ينام على الناحيه السليمه، يعني تعالى برضو كده اقسمها لكم شويه. يعني بص كده، عيان نايم بالجنب كده، عيان نايم كده بالجنب على جنبه اليمين مثلا، ادي عيان اهو نايم على جنبه اليمين ماشي. تمام. وادي الرئه بتاعته ماشي، عيان نايم على جنب من جوانب جسمه يعني. تمام. وادي الرئه بتاعته. ممتاز. دلوقتي تعالوا نفترض ان هو نايم على الجنب ده، اللي هو الجنب ده. فين الافكتد سايد دي؟ اهو في صديد هنا، صح كده؟ طب والناحيه دي الناحيه الهيلثي، الرسمه دي مش هتخليك تنساها ابدا، دي الناحيه الهيلثي لانج او الهيلثي سايد. طيب هل هو نايم دلوقتي على انهي جنب؟ نايم على الجنب السليم. الجنب الثاني هو نايم على الجنب من الجنبين، الجنب ده الافكتد. ايه اللي بيحصل لما ينام على الجنب الافكتد؟ شوفوا يا جماعه، لما ينام على الجنب الافكتد تلاقي مع الوقت وهو نايم كده البص الصديد عمال يحصل له درينج، كانه بينزل كده ويبدا يحصل له درينج ويطلع لبره. يعني انت عاوز تقول انه لما ينام على الجنب السليم والجنب الافكتد يكون لفوق فبيحصل درينج للبص. حد فهم حاجه؟ بيحصل باس درينج من الناحيه السليمه الى الناحيه مين يا جماعه؟ الى الناحيه المريضه. فلما يحصل درينج من الناحيه السليمه الى الناحيه المريضه، ايه اللي هيحصل؟ قال لك والله لما يبدا يحصل درينج من الناحيه السليمه زي ما انتم شايفين، او انا اسف يبدا يحصل درينج بالشكل ده، فالبص اول حاجه يبدا يزداد، ان هو يعني بيبدا يحصل له درينج، فالعيان يبدا الكحه تزداد. عشان كده بقول لك لما العيان ينام على الهيلثي سايد يبدا الكحه تزداد. ليه؟ لان الدرينج بتاع البص من الافكتد سايد بيخلي العيان يبدا يكح طول الليل. بس كده لا، ده كمان ممكن شويه من البص دول يروحوا من الرئه الافكتد للرئه الهيلثي، فيحصل irritation في الرئه الهيلثي فتتاثر هي كمان.
حد فيهم حاجه؟ يبقى تاني دلوقتي يا جماعه انا بقول العيان دلوقتي في الرسمه دي نايم على انهي جنب؟ الجنب السليم. طب لما نام على الجنب السليم، الجنب الافكتد اللي هو الجنب اللي من فوق ده، ايه اللي حصل؟ والله الباس بدا ينزل لتحت، فلما بدا ينزل لتحت بدا يحصل له درينج ويطلع على التراكيه، فبدا العيان الكحه ازدادت. طب ما هو ده الكلام اللي بقوله، ان لما العيان ينام على الهيلثي سايد الكحه بتزداد. ليه؟ عشان بيحصل درينج، ده اول حاجه، يعني بتبدا يحصل لها تفضيه لبره. تاني حاجه عشان جزء من الصديد ده ممكن يجي على الرئه الثانيه ويعمل لها اللي هي الرئه الهيلثي، ويعمل لها ايه يا جماعه؟ يعمل لها اريتيشن، يروح على الناحيه السليمه ويعمل لها اريتيشن. تمام؟ يبقى ده ليه لما العيان ينام على الهيلثي سايد بتزداد. خلي بالك لما ينام على الناحيه السليمه الكحه دي بتزداد. نرجع تاني، بيكح كل يوم كحه، قلنا الكحه دي مالها يا جماعه؟ باروكسيسمال، نوبيه، related to posture، عرفنا البوستشر بتاعها، كبيره، تمام، كبيره في الحجم، ريحتها صديديه مفهومه، ريحتها وحشه مفهومه لان الصديد ريحته وحشه. قال لك والله لو عيان جاي يشكي من ده، هل اسمه ايه ده؟ هتقولي عنده لونج ابسس. غلط، دي شكوى، والشكوى ده مش مرض، دي شكوى عرض. الشكوى دي يا جماعه اسمها ايه؟ اسمها سابيوراتيف لونج سندروم. سندروم يعني شكوى يا جماعه، عيان بيجي يشكي من ان في سابيوريشن طلع من الرئه. تسال ايه في الهيستوري؟ تساله على الحاجات اللي انا قلتها دي، كبيره، ريحتها وحشه، صديديه، باروكسيسمال، ريتد تو بوستشر. قال لك هو طب مين الامراض دول؟ قال لك الامراض دول 3، هناخد منهم في الفيديو ده 2. مين هم الامراض ال3 دول؟ قال لك المرض الاول لونج ابسس، بيعمل سابيوراتيف لونج سندروم. فاهمين يا جماعه انا عاوز اوصل لايه؟ ده مرض من الامراض اللي بتعمل سابيوراتيف لونج سندروم. مرض تاني بيعمل سابيوراتيف لونج سندروم، برونكيكتسس، هناخده برضو النهارده، برونكيكتسس. مين المرض الثالث؟ لا لما ناخده، سيبك منه دلوقتي، سيب المرض الثالث هقول لك وقتها، بس خليك عارف ان الشكوى دي اسمها سابيوراتيف لونج سندروم، عشان لما اقول لك اس ال اس في اي وقت تكون فاهم انا بتكلم عليه. يعني عيان بيكح كل يوم كحه كبيره صديديه ريحتها وحشه، باروكسيسمال، ريليتد تو بوستشر، تحفظ الكلام ده. الشكوى دي اسمها اس ال اس. امثله على الامراض اللي بتعمل الاس ال اس، لانج ابسس وبرونكيكتسس. في واحده ثالثه بس مش هقولها دلوقتي، تمام؟ طيب نرجع تاني للمقارنه اللي احنا كنا جايبينها، ماشي؟ طيب ارجع تاني، بص يقول لك ايه بقى السيمبتومز في الاكيوت ستيج اللي هي ستيج 2. احنا قلنا الاكيوت ابسس دي ستيج 2 مش كده؟ قال لك ايه السيمبتومز بقى؟ سابيوراتيف سندروم. انت عرفتها خلاص انت عرفتها، خلاص يا جماعه، شرحناها بقى، تمام؟ ايه السابيوراتيف سندروم؟ عباره عن برودكتيف كف في اكسسيف بيوريلانت سبيوتم اللي هو كحه كبيره، related to posture اللي هي بتنكريز with lying on healthy side، فهمناها مش كده؟ ريحتها وحشه، كلمه فيتد يعني ريحتها وحشه، بيقول لك ريحتها وحشه بسبب الانيروبيك بكتيريا. البكتيريات اللي هي الانيروب هي اللي بتعمل الريحه الوحشه يا جماعه، تمام؟ يعني هي اصلا البكتيريات الانيروب هي اللي مسؤوله عن الريحه الوحشه، يعني يقول لك اللي هي بتطلع النيتريك اوكسيد وبيعمل ريحه، ماشي؟ فهي اللي بتكون مسؤوله عن الريحه الوحشه يعني، تمام؟ اللي هي البكتيريات الانيروبيك، تمام؟ طيب ماشي، ايه تاني ممكن يحصل؟ ديزنيا، سكندري تو بلوريزي اند كونسوليديشن، مفهومه الديزنيا، وهيموبتسيس او بيكح دم. ليه بيكح دم؟ بسبب التيشو بريك داون. التيشو بريك داون يا جماعه اللي احنا قلنا عليه، هي مش البكتيريا بتعمل تيشو بريك داون فبتكسر الخلايا والاوعيه الدمويه؟ طب ما يمكن شعيره دمويه وهي حصل لها بريك داون تبدا تنزف فيعمل هيموبتسيس، فاهمين قصدي؟ فبسبب التيشو بريك داون. يبقى ايه الاعراض بتاعت الاكيوت لانج ابسس، بتاعت الاكيوت ابسس ستيج؟ تقول له الحاجات دي. والله في اول حاجه اعراض جنرال، يعني لو انت عاوز تقسمها زي ما انتم عارفين جنرال وسبيسيفيك، ماشي؟ اعراض جنرال اللي هي كونستيتيوشنال سيمبتومز اللي هو فيفر وهيدك وماليز مش عارف ايه، تمام؟ واعراض سبيسيفيك، مين الاعراض السبيسيفيك؟ اللي هي سابيوراتيف لانج سندروم، ماشي؟ وهيموبتسيس. هيموبتسيس مش سبيسيفيك قوي، ده لو انت حابب تمشي على السكيما اللي احنا كنا ماشيين عليها من زمان. فاهمين الفكره يا جماعه؟ طيب امال بقى في الحاله يا جماعه بتاعت اللي هي الكرونيك ايه اللي بيحصل؟ بيقول لك زي الاكيوت بالظبط، لكن هنزود عليها ايه بقى؟ ان الحاله الصحيه تدهورت اكتر، لان الموضوع بقى عنده لمين؟ لمده شهرين، فالموضوع بدا ياثر على حالته الصحيه. بس كده؟ قال لك لا كمان، طبعا الفايبروزس هيعمل ايه يا جماعه؟ برونكيال اوبستراكشن، فهيحصل سيك ميوكس وفيفر، وممكن يحصل سيسيشن اوف بيورينت سبيوتم. ليه؟ يعني ليه احيانا السبيوتم يقف في الكرونيك؟ ليه؟ لانه حصل كومبليت اوبستراكشن بالفايبروزس، فحصل ريتنشن للسبيوتم جوه البرونكاي، فيقولوا عليها برونكيال اوبستراكشن. كلام سهل مش كده؟ طيب تمام. وبيقول لك ممكن يحصل مين؟ سيسيشن اوف بيرونت سبيوتم يتبع بفترات باكزاسربيشن اوف سيك بلاد ميوكس اند ريتيرن اوف سابيورتيف سندروم. ماشي؟ ايه اللي عاوز يقوله هنا؟ بيقول لك والله يعني نفس الكلام، ما فيهوش حاجه صعبه يا جماعه، ما فيش حاجه جديده، يعني ان والله في الكرونيك ستيج لما يبدا يحصل فايبروزس، الفايبروزس ده بيقفل على البرونكاي، فيبدا اللي هو الكحه تقف. بس الحاله بتاعت العيان بتتدهور ولا بتتحسن؟ ده بتتدهور.
ليه؟ لان الميوكس عمال يتحوش جوه، فاهمين الفكره؟ ففجاه من كتر الضغط بتاع الميوكس يروح يفتح البرونكاي، يقطع الفيبروزس، يروح يدخل في حاله اكزاسربيشن، تفاقم، يعني حاله شديده من الريتيرن للسبيرتيف لانج سندروم، ويحصل زياده في البلاد تنجد ميوكس ويرجع ثاني، وبعدين يرجع يتكون فيبروزس، وهكذا. بيقولوا عليها دي الريتنشن سندروم، متلازمه الاحتباس. يبقى اللي بيميز يا جماعه، اللي بيميز الكرونيك ستيج اللي هي بتقعد شهرين هي الريتنشن سندروم، واللي بيميز الاكيوت ستيج اللي هي قلنا يعني دي بتحصل لو الاكيوت ستيج بتاعت اللي هي الحاجه السبيسيفيك بتاعتنا هي السبيورتيف لانج سندروم. تمام. الريتنشن سندروم عبيطه، دي حاجه عبيطه، ان بيحصل فايبروزس ويقفلك على البرونكاي فيبدا يحوش ميوكس من جوه، فالعيان اللي هو الاعراض بتاعته لكن هو في الاصل الدنيا بتتدهور من جوه، فاهمين الفكره؟ طيب دي اسمها مين؟ ريتنشن سندروم. تمام. وبعد كده يروح من كتر الريتنشن تروح تفرقع مره واحده، فيروح يحصل اكزاسربيشن ويحصل وهكذا. ده اللي بيحصل في الكرونيك، ده بالاضافه طبعا لنفس الحاجات اللي موجوده في الاكيوت، مش هتختلف. تمام. ده بالنسبه للسيمبتومز. طيب الساينز بقى. طيب فبالنسبه للجنرال ساينس قال لك والله في فيفر وتاكيكارديا، ماشي. الجنرال ساينس في الكرونيك باد جنرال، قلنا عشان ليه فتره كبيره فهيكون في باد جنرال كونديشن، وهيكون في ريكارنت فيفر، يعني اللي هو لما قلنا في ريباوند اوبستراكشن او ريتيرنينج اوبستراكشن، تمام، فبيكون في ريكارنت فيفر، شويه تيجي وشويه تروح، تمام. طيب بس خلي بالك ان في مع حاله الكرونيك معلومه مهمه خالص تاخد بالك منها، ايه هي؟ بص كده، لو انت شايف في بافي ايليد، يعني عينيه مورمه شويه. هو ليه في بافي ايليد يا جماعه؟ ليه في بافي ايليد؟ البافي ايليد هنا يا جماعه في ناس بتقول لك ايه تفسير، يعني في دكاتره في الراوندات بتقول لك تفسير ملهوش لازمه او تفسير مش منطقي. يقول لك والله ده عشان ليه فتره، عشان هو احنا بنتكلم في الكرونيك، فالكرونيك سبيوتم بيخرج كميه بروتين كتير في البص، فبيحصل هايبو البيومينيميا، فبيدخل في بافي ايليد. كلام فارغ ده الصراحه، كلام فارغ. لكن البافي ايليد ده يا جماعه بسبب الكحه، بسبب الكرونيك كف. فاهمين الفكره يا جماعه؟ البافي ايليد هنا بسبب الكرونيك كف. لما حد يفضل مثلا بيكح اسبوع اسبوعين تلاقي يعني عينيه بدات تورم، شوفوا الكلام منطقي، بسبب البريشر فيفضل يغمض عينيه. مش يا جماعه مش كل انسان يكح يفضل يغمض عينيه كده بيكح كده، فاهمين؟ فبيزود البريشر في الانترا اوكيولار بريشر، تمام. فالكرونيك كف بحد ذاته بيعمل بافي ايليدز. يبقى التفسير الثاني ده تفسير بعض الدكاتره بتحب تتفلسف بيه. حابب تعرفه ماشي، مش حابب ماشي. ماشي يا جماعه. يبقى البافنس اوف ايليد لما يقول لك ايه سبب البافنس ايليد وبيحصل في انهي ستيج اصلا؟ في الكرونيك بس. محتاج يقعد شهرين كل يوم عمال يكح كحه شديده كحه شديده لحد ما عينيه ورمت. فخلي بالك بس من نقطه مين؟ البافي ايليد، واعرف التفسير الثاني اللي هو ملهوش لازمه، لاحسن بس حد يقول لك طب ما تعرفش سبب ثاني يرخم عليك كده يشوفك يزنق، ماشي. فانا بس بقول لك احتياطي اللي هو انه بيخرج كميه بروتين كتير في السبيوتم مع الكحه، فلو بقيت بقى مين كرونيك فممكن يدخل في هايبو البيومينيميا ويدخل في ايديما بافي ايليد زي ما خدنا في النفروتك سندروم زمان، تمام. فخلي بالك من الحته دي، ماشي. طيب ده بالنسبه للجنرال. طيب اللوكال، والله اللوكال انسبكشن بالبيشن بركشن اوسكالتيشن ده وقف الفيديو وانت يعني خمنهم قبل ما نقولهم، تمام. يلا انسبكشن بقى يا جماعه. طيب هل الابسس بيشد ولا بينفخ ولا حاجه؟ الشيب اوف ذا شيست نورمال، الشيب اوف ذا شيست نورمال، خصوصا لو كنا في الاكيوت. ليه؟ لان ابسس ده يا جماعه ده حاجه لوكال، يعني مش افيوجن عشان يعمل ضغط على الرئه او يعمل شيفت، تمام. حد يقول لي طب ثانيه مش في فايبروزس؟ صح، الفايبروزس يبقى في حاله الكرونيك يبقى ممكن يعمل ريتراكشن، صح، ما هو فعلا في فايبروزس، بس الفايبروز بيكون بروناونسد اكتر في حاله الكرونيك، عشان كده ممكن يكون في ريتراكشن، يعني ديفيشن تو ذا سيم سايد. ما هو ريتراكشن يعني بشد، فيكون في ديفيشن تو ذا سيم سايد، تمام. فايبروزس قلنا في الفايبروزس والكولابس والكافيتيشن، فاكرين يا جماعه؟ طيب بيقول لك ماشي. ايه تاني؟ وقلنا يا جماعه طيب ان طالما في ريتراكشن تو ذا سيم سايد فده ياخدنا للبالبيشن بتاع التراكيه. البالبيشن بتاع التراكيه هيكون في شيفت اهو تو ذا سيم سايد. البالبيشن يعني النقطه دي تاخدنا للنقطه دي. الانسبكشن طالما هو من في ريتراكشن ففي ان التراكيه في شيفت تو ذا سيم سايد، تمام. طيب تاني حاجه في الانسبكشن الميديا ستاينم، قلنا الميديا ستاينم خلاص والله التراكيه والابيكال في الاكيوت هيكونوا سنترال عادي لان احنا بنتكلم على ابسس، لكن في الكرونيك هيبدا يحصل فايبروزس، فممكن مش اكيد، يعني ممكن حالات يحصل وممكن حالات لا، ممكن يكون في شيفت تو ذا سيم سايد. طيب البركشن يا جماعه الخير، بركشن ده عباره عن مين؟ كافيتي مليان ابسس، مش كده؟ هيبقى المفروض يكون في ايه الكافيتي ده؟ في ميه. طب والميه دي موجوده فين؟ ده جوه الرئه، فهتوطي الصوت، صح كده؟ طيب بس ده بتاع البركشن هيكون مكتوم، لكن الصوت اللي هو التكتايل فوكال فريميتاس ده هيعلى،
مش كده؟ لان قلنا التكتايل فوكال فريمتس كان فيه 3 حاجات بيعلوه، فاكرينهم يا جماعه؟ كانت كافيتي. طب ما هو ده كافيتي، مش الابسس ده كافيتيشن يا جماعه، وكولابس، صح كده؟ وايه الثالثه يا جماعه؟ وكونسوليديشن اللي هي النيمونيا. قلنا الثلاث حالات دول بيزداد فيهم التكتايل فوكال فريمتس، تمام كده يا جماعه؟ طب وبالتالي التكتايل فوكال فريمتس هيزداد، واحنا فرقنا ان التكتايل فوكال فريمتس ده اللي هو الصوت 44، لان الميه بتخلي الصوت ينتقل اعلى، عكس البلورال افيوجن كانت بتعمل كتمه للصوت لانه كان بيكون من بره. طب البركشن اكيد هيكون ضل يا جماعه، لان ضل وريزونانت ده ملهوش علاقه بالتي في اف. ضل ده معناها ان انت بتطبل على حاجه تحتها ميه، فتلاقي ان الصوت ضل شويه، يعني انت بدلت الهواء بالميه، فتلاقي على المنطقه الاريا اللي فيها الابسس فيها ضلنس. طبعا الكلام ده ملوش علاقه باكيوت او كرونيك، هتلاقيه مشتركين اهو في يا جماعه مين؟ تي في اف عاليه، وفي ضلنس برضه، ضلنس اوفر ذا ابسس، يعني في الكلام ده ثابت في الاكيوت والكرونيك، ملوش علاقه ان ده اكيوت او كرونيك، تمام؟ طيب فطبعا الموفمنت هيكون فيها ليميتيشن اوف موفمنت. الميدياستاينم قلنا هتكون الميدياستاينم سنترال، او ممكن يكون في شيفت تو ذا سيم سايد، هيكون في تندرنس اون ذا افكتد اريا. البركشن خلاص قلناه. يتبقى الاوسكالتيشن. طبعا الاوسكالتيشن صوت الرئه هتكون يا جماعه على الافكتد سايد بس، الجزء ده بس اللي فيه ابسس صوت الهواء قليل شويه، في بريس ساوند قليل، وبالتالي هتسمع برونكيال بريزنج، وممكن تاكدها بالاجوفني والبكتريليكي والحاجات الثلاثه اللي احنا قلناهم، تمام؟ طيب هل في كريبيتيشن؟ طبعا. ليه؟ لان دي مرحله من مراحل يا جماعه الكونسوليديشن، دي مرحله من مراحل النيمونيا، فتسمع كريبيتيشن. لكن ممكن في حاله الكرونيك الكريبيتيشن يكون كورس، لانه بدا يحصل فايبروزس، تمام؟ نفس النيمونيا بالظبط، بيكون فاين في الاول وبعد كده يكون كورس والكلام ده كله، تمام؟ طيب حاجه اخيره، حاجه اسمها بوزيتيف تاسيف سكشن. ايه البوزيتيف تاسيف سكشن ده؟ اختبار تافه ملهوش لازمه. عباره عن ايه؟ اللي هو يا جماعه من كتر ما الرئه مليانه صديد، فبعد الكحه العيان يسمع زي، او تسمع بالسماعه زي صوت بقى كده، اللي هو عباره عن ايه ده؟ الهواء يعني بص كده فالهواء او بكح جامد، فالهواء بيستبدل او بيخبط في الصديد، فبعد ما العيان يكح بوست تصف بعد الكحه، تصف يعني سعال، مش خدنا مرض قبل كده اسمه السعال الديكي بيرتصص، فكلمة تصف يعني سعال، فبوست تصف بعد الكحة تسمع صوت سكشن. يعني ايه سكشن؟ يعني زي يا جماعة مين؟ اللي هو زي صوت البقابيق بتاعت المية، تمام؟ بس ده امتى ده لما يكون في برولونجد كف، بيكح فترة طويلة فلدرجة ان الهواء اختلط بالصديد، فبعد الكحة تسمع صوت بقابيق كده، بقابيق الهواء وهي كده على اليابس او على سطح المية، اسمها بوست تصف سكشن. بصراحة كلام فارغ، تمام؟ ولكن بس ايه، للعلم مش اكتر، يعني كلام كده اسمعوا من هنا وعديه من، يعني كلام قراءه مره واحده، ولا حد سالك عليه شفوي ولا هتلاقي عليه سؤال ام سي كيو. ولكن حته بوست تصف سكشن دي كلام فارغ. كل اللي عايزك تعرفه خلاص ان هو والله ده في صديد مستبدل الهواء، يبقى ديكريز بريزنج ساوند، وبالتالي هتسمع البرونكيال بريزنج، قلناها لان انت قللت صوت الهواء فتسمع الصدى بتاع البرونكيال بريزنج، تمام؟ وفي كريبيتيشن لان في صديد مستبدل الهواء، وبارك الله في مرزق، تمام؟ باقي ما باقي احنا قلناه، تمام؟ طيب حابب تزود ايه بقى معلومه كمان؟ ان بيحصل في الكرونيك كلابنج يا جماعه، بيحصل في الكرونيك كلابنج. ليه؟ لان الكلابنج ده يا جماعه بيحصل بسببين. الكلابنج ده بيحصل بسببين، في حاجه اسمها هايبوكسيك كلابنج، يعني بتحصل بسبب الهايبوكسيا. طب والهايبوكسيا دي تحصل امتى يحصل هايبوكسيا؟ في اي مرض كرونيك، اي مرض رئه كرونيك تلاقي معاه كلابنج. يعني اي كرونيك، معلش ماشي بتجري مني، اي كرونيك ريسبيراتوري ديزيز، اي كرونيك ريسبيراتوري ديزيز. طيب ايه النوع الثاني من الكلابنج؟ في حاجه يا جماعه النوع الثاني اسمه توكسيك كلابنج. التوكسيك كلابنج ده اللي بيحصل مع التوكسيميا، زي مثلا السب اكيوت بكتيريال اندوكاردايتس، هناخدها في الكارديو او سمعنا عنها في الاطفال، تمام؟ فدي بتحصل مع امراض القلب. يبقى التوكسيك دي يا جماعه بتحصل مع الانفكشن، ماشي؟ مع الانفكشن، مع التوكسيميا. طيب السؤال، مين بيحصل اسرع؟ طبعا التوكسيك، التوكسيك طبعا يا جماعه بتظهر اسرع. لكن الهايبوكسيك لا، دي بتاخد جريدز وبتاخد فتره طويله على بال ما تظهر، تمام؟ فممكن من ضمن الحاجات اللي انت تشوفها تلاقي ان في كلابنج زي ما انت شايف في الجنرال ساينس، الحاجات اللي انت تلاقيها يعني، ماشي؟ ايه نوع الكلابنج ده؟ هايبوكسيك كلابنج، ماشي يا جماعه؟ هايبوكسيك كلابنج، اتفقنا؟ ممتاز، خلاص. يبقى كده احنا خلصنا المقارنه اللي هي ما بين مرحلتين الاكيوت والستيج. وقف الفيديو وعد عليهم تاني، وانا كده هبعت لكم طبعا الصوره دي في الجروب بتاع الكورس، يعني هتلاقوها في الجروب بتاع الكورس، ذاكروها منها كويس جدا جدا. وطبعا دي يعني مقارنه بين المرحله الثانيه والثالثه، ستيج 2 ستيج 3، لان قلنا ستيج 1 دي بتاعت النيمونيك ستيج، خلاص دي بنفس التفاصيل بتاعت النيمونيا بالظبط اكسبت الريزولوشن ستيج،
تمام. طيب هل في كومبليكيشنز للموضوع ده؟ الاجابه يا جماعه، الكومبليكيشنز مهمه وفهمها وحفظها مهم جدا. ايه الكومبليكيشنز بتاعه اللنج ابسس؟ ماشي، تعالى نكتبها كده مع بعض عشان نفهمهم ان شاء الله ونحفظهم مع بعض. تمام. طيب السؤال، ايه هي الكومبليكيشنز بتاعه اللنج ابسس؟ تتوقع ايه يا جماعه؟ تتوقعوا ايه الكومبليكيشنز؟ يعني ده عباره عن خراج، او يعني عامل خراج في الرئه. تتوقع الكومبليكيشنز تكون ايه؟ فكر معايا، فكر، شغل مخك بس بحيث تكون مين يعني متاهب ذهنيا للكلام. تمام. ايه الكومبليكيشنز اللي تتوقعها؟ والله ده التهاب، والالتهاب صديدي، يعني هو في الاصل كونه التهاب. التهاب يعني، والصديد يا جماعه، بصوا، هو ايه الفرق بينه وبين الالتهاب العادي؟ ان ده نوع الاورجانيزم زي ما قلنا بيعمل تيشو بريك داون، يعني بيقطع التيشو، بيقطع الفايبر، وبيقطع الاوعيه الدمويه. ايوه بص كده، يعني ادي الرئه مثلا، اهي. تمام. مش معلش الجرافيك تابلت بيعلق شويه. تمام. ادي الرئه اهي. تمام. فتلاقي ان حته من الرئه اتقطعت. تمام. والاوعيه الدمويه اللي بتغذي المنطقه دي مفتحه. مش صح كده يا جماعه؟ ليه؟ لان الاورجانيزم ده بيعمل تيشو بريك داون، فمن السهل جدا ان الاورجانيزم والتوكسينز والصديد والحاجات دي كلها تروح فين؟ على الدم. مش كده؟ لان البكتيريا دي بتعمل تيشو بريك داون، بتكسر الرئه. عشان كده يا جماعه ان من ضمن الكومبليكيشنز يقول لك في كومبليكيشن جنرال. مين هي الكومبليكيشن الجنرال يا عم؟ قال لك والله الكومبليكيشنز الجنرال دي انه يكون في توكسيميا، ودي برضو ممكن تكون من اسباب الكلابنج. احنا مش قلنا التوكسيميا في منها هايبوكسيك وتوكسيميك؟ فالتوكسيميا هنا، فالكلابنج اللي شفناه من شويه ممكن يكون توكسيميك او هايبوكسيك الاثنين. فاهمين قصدي؟ لان هو ممكن يحصل توكسيميا هنا. تمام. ماشي، ممتاز. يبقى ممكن يحصل توكسيميا. تمام، ممتاز خالص. التوكسيميا طبعا انتوا عارفين يا جماعه، التوكسيميا يعني في توكسين في الدم. هو التوكسيميا دي تظهر ازاي على العيان؟ والله التوكسيميا يا جماعه تظهر ازاي؟ قلتها لكم قبل كده، ان التوكسين بتاعت البكتيريا بتروح على البون مارو وتعمل سبريشن، فتلاقي عند العيان انيميا وبالور. مش قلنا يا جماعه قبل كده قاعده ان اي مرض في الشست ما بيعملش بالور؟ ده بالعكس، ده بيزود اللون، لانه بيحصل هايبوكسيا فيزداد الاي بي او بتاع الاريثروبويتين، فيزود كرات الدم الحمراء. قلنا الا لو كان في توكسين في الدم فيعمل لك انيميا عشان بيعمل بون مارو سبريشن. قلنا الكلام ده في محاضره النيمونيا، مش كده؟ فبالتالي تلاقي في انيميا. ايه تاني؟ قال لك التوكسيميا يا جماعه بتحفز ان التوكسين ده يبدا يترسب في الجسم على شكل حاجه اسمها اميلويدوزيس. سمعنا عنها في سنه اولى في الباثولوجي. تمام. لو انت مش عارف ايه الاميلويدوزيس ده، ادخل على القناه بتاعتي بتاعت سام حماده، هتلاقي فيديو كنت عامله في سنه اولى، فيديو منزله تقريبا من 5-6 شهور اسمه اميلويدوزيس. يعني ادخلوا شوفوه يا جماعه، فيديو صغير اصلا كان تلت ساعه او حاجه. ادخلوا شوفوه للعلم بس، عشان لو فتحت في الاميلويدوزيس دلوقتي مش هخلص. تمام. يبقى الاميلويدوزيس ده يا جماعه ماده بروتينيه بتترسب، ممكن تترسب في الكلى، تعمل لك يعني تعمل نفروتك سندروم، تعمل فشل كلوي. ممكن تترسب في اللنج، ماده نشويه اسمها اميلويدوزيس. انصحكم بشده تشوفوها بعد الفيديو ده، او لو حابين توقفوا الفيديو وتروحوا تشوفوا فيديو اميلويدوزيس تمام شوفوه، هتسرعوه على 2. فيديو صغير اصلا كان تلت ساعه يعني، لكن مهم جدا تفهم يعني ايه اميلويدوزيس. ماده نشويه بتترسب، عباره عن بروتين مسفولدد. تمام. هتفهموه اكتر في الفيديو، فنصيحه وقفوا الفيديو ادخلوا على الشانل هتلاقيه موجود. تمام، او هتلاقوه موجود ان شاء الله. ماشي. فالاميلويدوزيس دي حاجه شائعه جدا يا جماعه. طبعا الاميلويدوزيس ده نوعها سكندري، لان في برايمري انا شرحتها في الفيديو، ومنها سكندري. ماشي يا جماعه، في برايمري وفي سكندري. ماشي. ولكن الاميلويدوزيس ده مع الكرونيك ديزيز اكتر، فيحصل سكندري اميلويدوزيس. بس خلي بالك ده في الحاله الثالثه بس، الكرونيك مش هيحصل اكيوت، لان الاميلويدوزيس ده مع الحاجات الكرونيك بس. عشان كده بقول لك روح اسمع التفاصيل بتاعه الاميلويدوزيس، فيديو تلت ساعه للمره المليون، براحتك. انا عن نفسي كاسلام فاهمها خلاص، يعني انا عن نفسي فاهمها. تمام. طيب نيجي بقى للكومبليكيشنز اللوكال. يا جماعه، ايه الكومبليكيشنز اللوكال؟ لوكال على مستوى ايه؟ على مستوى الرئه نفسها. ركز بقى وحاول تستنتج. هو يا جماعه مش عباره عن حته صديد، حته كده متاكله. تمام. طيب الحته اللي متاكله دي مش عباره عن، قلنا في الاوعيه الدمويه مفتحه. فممكن يحصل هيموبتسيس، صح كده؟ يعني كح الدم، هيموبتسيس. تمام. او هيموتايسيس، بعض الاجانب بيقولوا البي سايلنت فيقول لك هيموتايسيس، يعني كح الدم. ودي قلناها على فكره من شويه، قلناها انه يحصل هيموبتسيس. تمام. هو الهيموبتسيس ده يحصل ليه؟ قال لك والله لو لقيت ان حته من الرئه فتحت على الاوعيه الدمويه. بيسموها ايه لما حته من الرئه فتحت على الاوعيه الدمويه؟ بيقولوا عليها برونكو بلورال فيستولا. طب ايه علاقه البلورا؟ على اساس يعني الاوعيه الدمويه جايه من البلورا. فاهمين الفكره؟ فلما الاوعيه الدمويه تتفتح على البرونكاي، تتفتح كده وتبقى بتصب دم فكانك وصلت البلوره على البرونكاي، فيسموا الهيموبتوسيس ده الناتج عن الابسس، يقولوا عليه، او الهيموبتوسيس عموما لما يحصل تاكل في الاوعيه الدمويه يقولوا عليه برونكو بلورال فيست. يا جماعه هي مش الاوعيه الدمويه دي جايه من بره؟ تمام. فيقولوا من البلورا، فكانك فتحت البرونكاي على البلورا، خط واحد، خط سير واحد، فيقولوا عليها برونكو بلورال فيستولا. وانتوا طبعا عارفين يعني ايه فيستولا، مش كده؟ طيب تمام ماشي. فيقولوا عليها برونكو بلورال فيستولا، يبقى ممكن يحصل هيموبتوسيس.
خلي بالك. تمام. ايه ممكن يحصل تاني؟ هو يا جماعه احنا مش اتفقنا ان البكتيريا دي بتعمل تيشو بريك داون؟ طب لو احنا لو كسرت الاوعيه الدمويه تعمل هيموبتسيس. طيب لو كسرت الجدار بتاع البرونكاي، جدار البرونكاي نفسه لو اتكسر يعمل لك مرض هناخده الدرس الجاي على طول، اسمه برونكيكتسس. تمام. برونكيكتسس. حط الكلمه دي في بالك، حط الكلمه دي في بالك، ان برونكيكتسس من ضمن الحاجات اللي بتعملها اللنج ابسس. لان البرونكيكتسس ده عباره عن ايه يا جماعه؟ عباره عن برونكاي الجدار بتاعها ضعيف فبقت مبهوقه، بقت ضعيفه كده ومليانه صديد من جوه. طب ايه ده شبه الابسس بالظبط، الجدار بتاعها ضعيف ومليانه صديد، اسمه برونكيكتسس. تمام. طيب يبقى ممكن يحصل مين يا جماعه؟ ممكن يحصل هيموبتسيس، ممكن يحصل برونكيكتسس. طيب في الكرونيك هو مش بيحصل فايبروزس؟ فممكن يحصل لنج فايبروزس. صح كده يا جماعه؟ في الكرونيك ابسس المرحله الثالثه مش بيحصل فايبروز بالظبط، فممكن يحصل لنج فايبروزس. تمام ممتاز. طيب الالتهاب ده مش ممكن يوصل لبره على البلورا؟ فيعمل سكندري بلوريزي، من ضمن اسباب البلوريزي اللي هو التهابات البلورا، خدناها قبل كده. ممكن يحصل سكندري بلوريزي اللي هو التهاب في البلورا من بره. تمام كلام محترم. ممكن يحصل ايه تاني؟ الصديد ده يا جماعه مش ممكن يفتح على البلورا بالظبط فيحصل امبايما. الكلام ده كله قلناه، الكلام ده كله قلناه قبل كده يا جماعه، يحصل امبايما. تمام كلام منطقي، مشروح الامبايما قبل كده شرحناها مع بعض طبعا محاضره البلورال افيوجن. يبقى سكندري بلوريزي، لانج فايبروزس، برونكيكتسس، هيموتايسس، كلام سهل كله جدا. فايبروزس تمام، سبريد عن طريق الدم، وقلنا ممكن تعمل مين يا جماعه؟ تعمل امبايما، وتعمل يعني برضو الامبايما. وممكن لو عايزين نقول في الجنرال كمان ان في الجنرال برضو ممكن يحصل بايميا. يعني ايه بايما؟ بايميا يا جماعه يعني في بس في الدم، امبايما يعني في بس في البلورا، عشان كده الامبايما تبع اللوكال، لكن البايميا يعني بس في الدم. ماشي. وطبعا البايميا دي يعني لما يكون في بس في الدم تلاقيه انتشر راح للبرين مثلا، عمل لك سكندري ميتاستاتيك ابسس، ماشي، اللي هو خراج راح للبرين يقول عليها ميتاستاتيك ابسس مثلا يعني. ماشي. فدي حاجات جنرال، لكن الامبايما دي حاجات لوكال. تمام. يبقى برونكيكتسس، لانج فايبروزس، سكندري بلوريزي. تمام. الحته اللي ماتت في الرئه دي يا جماعه مش ممكن يحصل لها جنجرين؟ يحصل لانج جنجرين، الحته دي تموت ويضطروا يفتحوا ويستأصلوا الرئه دي، يحصل لانج جنجرين. ربنا يعني يحمينا جميعا من الامراض دي. تمام. يحصل بيوتريفيكيشن بالبكتيريات السابروفيتيكس اللي هي بتعمل تحليل للاعضاء، زي لما حد يتوفى فالبكتيريات اللي اسمها السابروفيتيكس اللي هي بتتغذى على اللحمه بتاعت الجسم. تمام. فلما الجزء ده يموت بتاع الرئه، لان انت قطعت عنه الدم وقطعت عنه البلاد سبلاي، فممكن يحصل له جنجرين لو دخل له بكتيريا سابروفيتيكس. تمام. طيب تمام. هو اللنج فايبروزس ده يا جماعه تتوقع ياثر ازاي على الانسان؟ يعني العيان ده يظهر ازاي لنج فايبروزس؟ والله ممكن يحصل عنده هايبوكسيا، يعني حته من الرئه اتفايبرت فيحصل فيها هايبوكسيا. بس كده لا، ده كمان يعني الدم وهو يعني عاوز يوصل، فانت عامل فايبروزس فمخلي الدم مش عارف يتحرك في الحته دي، فيحصل ايوه ممتاز الناس اللي عرفتها، بولمونري هايبرتنشن، القلب عمال يضخ 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 دم، بس الحته بس الرئه كأنها حط حيطه سد. ليه؟ لان جزء من الرئه متفايبر في فايبروزس، فكأنك عمال تضخ دم تضخ دم بس حيطه سد قدامك مش عارف توصل الدم للمنطقه دي، اسمه بولمونري هايبرتنشن. فاهمين الفكره؟ ماشي. يبقى الكومبليكيشنز يا جماعه سهله، يبقى اقول لك والله ممكن كومبليكيشن جنرال انه يحصل سبريد عن طريق الدم او عن طريق الليمفا او دايركت. تمام. ويعمل توكسيميا، والتوكسيميا تعمل انيميا واميلويدوزس. تمام. او الصديد نفسه مش التوكسين ينتشر ويعمل لي بايميا ويعمل لي ميتاستاتيك ابسس للبرين. تمام. لوكال بقى قول براحتك، ولكن عاوزك تعرف بس الهيموبتسس تمام والبرونكيكتسس، دول اللي هم المهمين، الباقي تعرف تقوله. فاهمين الفكره يعني؟ لكن البرونكيكتسس والهيموبتسس دول المهمين، الهيموبتسس والبرونكيكتسس دول مهمين. فاهمين قصدي؟ اللي هو لازم تكون حافظهم، الباقي كلام سهل. ماشي. وطبعا الهيموبتسس بسبب البرونكو بلورال فيستولا، تحفظ لي المصطلح ده عشان لو تسال عنه. تمام. طيب اللنج فايبروزس، مش عارف هايبوكسيا، بولمونري هايبرتنشن، سكندري بلوريزيكال، اللنج جنجرين، الكلام ده كله تعرف تقوله وتعرف تكتب. فاهمين الفكره يا جماعه؟ طيب ممتاز. طيب لو الدكتور سالك في الشفوي او في التشييت قول لي ايه الديفرنشال دايجنوزس، يعني تشك في ايه تاني؟ يعني عيان مثلا انت شكيت ان ده لنج ابسس، هل ممكن يكون في ديفرنشال دايجنوزس؟ هو ايه الديفرنشال دايجنوزس؟ ارجع للحاجه اللي قلت لك من شويه اللي اسمها SLS سبيورتيف لانج سندروم. قلت لك ان السبيورتيف لانج سندروم عيان بيكح كل يوم كحه كبيره صديديه ريحتها وحشه. طب ما الاعراض دي كلها اكيد هتكون مشتركه مع امراض تانية، اللي هم مين؟ اللي هم بقيه امراض السبيورتيف لانج سندروم. يبقى اقول له يا دكتور فروم اذر كوزز اوف سبيورتيف لانج سندروم، اللي هم مين الاذر كوزز؟ ما لسه ما قلناهمش، احنا قلنا 2 منهم لكن قلنا في تاني مش كده، اللي هم اللي هم اللانج ابسس تمام والبرونكيكتسس. طيب في تاني هو يا جماعه مش تعريف اللنج ابسس هو عباره عن كافيتيشن، قلت لك اكسبت التي بي كافيتي. طب ما يبقى يدخل في الديفرنشال دايجنوزس.
صح كده؟ بس ده الديفرنشال دايجنوز. يبقى لما الدكتور يسالك ايه الديفرنشال دايجنوز بتاع اللنج ابسس او الديفرنشال دايجنوز بتاع البرونكيكتسس اللي لسه هناخده، هم نفس الاسباب، نفس الشجره اللي هي اسمها اس ال اس او سبيورتيف لانج سندروم. لنج ابسس وبرونكيكتس واحده ثالثه مش هقول لك دلوقتي عشان ما تلخبطش. تمام؟ طيب والكافيتي، ما هو كافيتي يبقى تقول له التي بي كافيتي، ممكن مثلا تيومر لان التيومر برضه بيعمل انفلتريشن وممكن يعمل لك كافيتي. تمام؟ ممكن هايداتد سيست بتاعت الكلاب اللي هي خدناها اللي هو الايكاينوكوكس جرانيولوزا بتاعت الهايداتد سيست اللي احنا بناخد انها بتكون في الليفر. تمام؟ لكن هي بتكون في الليفر اكتر، ما بتجيش في الرئه قوي يعني. تمام؟ ولكن ده اوفر يعني خلاص. انت لو قلت له الاذر كوزز اوف سبيورتيف لانج سندروم اللي هو لانج ابسس وبرونكيكتسس والاذر لانج كافيتي زي التي بي زي الفل، مش عاوز حاجه تاني. تمام؟ كلهم يعني شبه بعض، ممكن تتلخبط بينهم. ده معنى كلمه ديفرنشال دايجنوزس، فانا مش هكتبها لسهوله الكلام يعني، ولكن قلتها لك عشان تكون عارف لو حد سالك ان شاء الله. ماشي؟ طيب ايه الانفستيجيشنز اللي ممكن تطلبها لعيان زي ده؟ طيب احنا عارفين ان الانفستيجيشنز يا جماعه قلت لكم طبعا سكيما ثابته، انتوا زي ما ملاحظين كل مره من سكيما ثابته. يلا قولوا لي التقسيمه بتاعت الانفستيجيشنز. الانفستيجيشن بتنقسم الى لاب، صح كده؟ الانفستيجيشنز الثابته بتاعتنا انفستيجيشن، ماشي؟ ممكن انفستيجيشن وخلاص اهو. تمام؟ بتنقسم الى يا جماعه الانفستيجيشن الى لاب، مش كده؟ لاب وراديولوجي اللي هي اشعه، راديولوجي. تمام؟ واخر حاجه انسترومنتال اللي هي بايوبسي يعني. تمام؟ انسترومنتال او في الحاله دي هنستخدم حاجه معينه كده هقول لكم عليها يعني. تمام؟ طيب انسترومنتال. طيب لاب بقى، ايه اللاب اللي احنا ممكن نستخدمه؟ والله زي ما انتم عارفين ده التهاب، يبقى حاجات عامه سي بي سي اللي هي الانفلاماتوري ماركر، قلناهم كل مره بنقولهم. لوكوسايتوزس. تمام؟ ممكن تزود عليهم مين؟ بلاد كلتشر. ليه بلاد كلتشر يا جماعه؟ تحسبا للامبايما، تحسبا للبايمي انا اسف اللي هو وجود الصديد في الدم. لو في بايميك ابسس ان قلنا الصديد من ضمن الكوميونيكيشن ممكن يطلع في الدم، مش كده؟ فتعمل بلاد كلتشر عشان تتاكد ايه نوع الاورجانيزم. تمام؟ يبقى تعمل بلاد كلتشر. خلاص ده كلام نون سبيسيفيك مش هيفيدنا بحاجه. يبقى سي بي سي هتلاقي في السي بي سي يا جماعه لوكوسايتوزس وانيميا، مش هكتبها. لوكوسايتوزس وانيميا مش هكتبها خلاص. كلتشر. تمام؟ منين؟ من البلاد والسبيوتم. يبقى بلاد كلتشر وفي سبيوتم كلتشر على فكره. تمام يا جماعه؟ بلاد كلتشر وسبيوتم كلتشر. طبعا غالبا هي وطبعا لازم تطلب حاجه اسمها انيروبيك كلتشر لان قلنا الموست كومن كوز في الاسبيريشن هو الانيروبيك اورجانيزم، مش كده؟ طيب ممكن تاني تحط مع اللاب يا جماعه اللي هو سبيوتم كلتشر، يعني لسه قايلينها دلوقتي اللي هي سبيوتم كلتشر. تمام؟ يبقى ممكن تحط معاهم سبيوتم كلتشر. هتلاقي ايه في السبيوتم كلتشر يا جماعه؟ هتلاقي انيروبيك اورجانيزم زي الستاف وباقي الانيروبيك اورجانيزم. تمام؟ يبقى السبيوتم كلتشر هتلاقي فيه انيروبيك اورجانيزم. كلام سهل جدا مش محتاج اي فن يعني. تمام؟ طيب تاني حاجه بالنسبه للراديولوجي، الراديولوجي يا جماعه طبعا الحاجه الاساسيه اللي انت هتعملها هي شيست اكس راي، ماشي؟ يليها السي تي سكان. ايه الفرق بينهم؟ قال لك السي تي سكان عشان تلوكلايز الابسس سايت وعشان تشوف لو في كومبليكيشن. تعال نشوف الكلام ده، يعني احنا شرحناه الكلام ده او يعني شرحناه في السريع كده وسط الكلام ضمنيا يعني. ماشي؟ لما نشوف بص يا جماعه، لما تبص ده شيست اكس راي، طبعا ده شيست اكس راي. ايه اللي شايفه؟ يعني قلت لك اوصف الكلام ده. شيست اكس راي anterior posterior view او antero posterior view، ماشي؟ showing ايه يا جماعه؟ showing ايوه اوصف بقى homogeneous ring opacity with air fluid level. ماشي؟ تقولها تاني يا جماعه. الكلمه دي تعتبر حفظ كده، كلمه ثابته زي لما خدنا في النيمونيا اللي هو مش عارف بايلاترال وديفيوز. تمام؟ دي كلمه ثابته للعملي، دي للعملي مش للنظري. تمام؟ هوموجينس يعني ايه هوموجينس؟ يعني كلها لون واحد، مش فيها حته كده وحته كده. هوموجينس كلها، صح كده؟ كلها لون اسود. انتوا فهمتوا ليه لون اسود؟ لان احنا قطعنا التشو. تمام؟ هوموجينس لان ما فيهاش طبعا برونكو فاسكولار ماركينج فبنت كلها حته سوداء، حته متاكله. رنج حلقيه. تمام؟ لانها متحوطه بفايبروزس. تمام؟ لونها ايه يا جماعه؟ لونها اسود، صح كده؟ لونها اسود، لكن الحلقه اللي حواليها الرنج اللي حواليها يا جماعه، الرنج دي اللي هو الفايبروزس ده لونها ابيض. يبقى رنج اوباسيتي. طبعا احنا اتفقنا ان كلمه اوبيك او اوباسيتي معناها ابيض، مش كده يا جماعه؟ كلمه لكن ترانسديوسن دي معناها اسود، مش قلنا الكلام ده قبل كده يا جماعه؟ يبقى هوموجينوس وفي رنج اوباسيتي اللي هي من بره دي. احنا قلنا يا جماعه كلمه اوبيك يعني ابيض، مش كده؟ قلنا اوبيك تترجم ابيض. يبقى شايفين اللي بره يا جماعه، ده اللي بره حواليها ده عباره عن حلقه بيضه. يبقى هوموجينوس حواليها رينج اوباسيتي. فاهمين الكلام ده؟ تمام. جوه الرينج اوباسيتي المفروض يكون في اير فلويد ليفل. يعني لو ما كان بص كده يا جماعه انه هي باينه على فكره هنا في اير فلويد ليفل. يعني بصوا هو اصل بص يا جماعه ده المفروض الصديد ده كله فراغ هواء، فيقول لك ان في ليفل يفصل ما بين الصديد والهواء اسمه اير فلويد ليفل. شايفين يا جماعه؟ يعني الصديد متجمع تحت بيزلي بالجاذبيه، يعني الجزء ده اللي هو ده الصديد. شايفين كده؟ زي كانها دايره ومليانه ميه، فالميه اتجمعت من تحت، فالخط ده يقولوا عليه اير فلويد ليفل. فهمتوا يا جماعه؟ يبقى ده الكومنت اللي هنقول عليه لو جات لنا صوره زي دي في العملي. تمام؟ تعرف اقولها؟ ايوه. شيست اكس راي
تمام. اير فلويد، انا ايه اللي بكتبه ده؟ تمام. اير فلويد ليفل، ماشي. اير فلويد، ننزل تحت تاني، ليفل. تمام. اير فلويد ليفل. طيب يبقى تاني، تعرف تقولها تاني يا جماعه؟ ايوه، شيست اكس راي شوينج هوموجينوس. حلو. هوموجينوس اللي هي مين؟ الكتله. هوموجينوس حواليها رينج اوباسيتي، تمام، جواها اير فلويد ليفل. بس كده يا جماعه. تمام، بس كده. طيب هل في فرق بين الاكيوت والكرونيك؟ ايه الفرق؟ قلناه في المقارنه. ايه الفرق؟ قلناه في المقارنه يا جماعه. ارجع للمقارنه وقول لي ايه الفرق. وقف الفيديو قول لي ايه الفرق. ايه الفرق في الشيست اكس راي بين الاكيوت والكرونيك؟ قلناها والله. بص يا جماعه، ان في الاكيوت بيكون فيه ايوه الريجولار ثين وول، لكن في الكرونيك بيكون ثيك ريجولار وول. الفايبروزس زاد في البدايه، لسه بيكون شويه خيوط فايبروز خفيفه كده، بتكون الريجولار وثن ورفيعه، لكن مع الكرونيك يبدا يترسب فايبروزس فتبقى ثيك وريجولار منتظمه. فلما نيجي نبص على صوره زي دي غالبا اكيوت شويه، غالبا دي اكيوت لسه في البدايه. اهو بص كده، لان الوول الريجولار، شايفين الريجولار اهو، شايفين يا جماعه الوول الريجولار وضعيف، لكن مش هيقول لك حدد لي والله ده اكيوت ولا كرونيك، لا يعني ده مش هيقول لك حدد لي اكيوت ولا كرونيك، مش جست اكس راي. لكن طبعا يعني يقول لك والله لا، في الكرونيك بيكون مين؟ ثيك ريجولار وول. تمام. وممكن تلاقي كمان معاه ميدياستاينال شيفت. ليه؟ ما انا قلت لكم يا جماعه، ما قلناها في المقارنه بدري، ان الفايبروز بيعمل ريتراكشن. طب تعالوا نشوف هل في شيفت ولا لا هنا. غالبا مفيش، غالبا مفيش. ده التركية الطبيعي يعني، غالبا سنترال، يبقى ده ياكد انها اكيوت، لان الاكيوت مع سنترال، الاكيوت بيكون معاها سنترال ميدياستاينم، مش كده؟ طيب ايه بقى الموضوع السي تي؟ السي تي يقول لك فين بالظبط، يعني هنا انت مش عارف هي قدام ولا في النص، لكن لما تيجي تعمل اشعه مقطعيه بص كده، انت عملت لوكاليزيشن، وده سؤال ام سي كيو، يقول لك الابسس بتلوكالايز الابسس فين بالسي تي. ايه تاني؟ والله تشوف لو الابسس فتحت مثلا وانتشرت ولا لا. فاهمين الفكره؟ تشوف الابسس دي فتحت اللي هو الكومبليكيشن. يبقى الاشعه المقطعيه تقول لك والله هي الدايره دي من قدام شويه ولا في نص الشيست ولا ورا جنب الضلوع. فاهمين الفكره؟ يبقى الاشعه المقطعيه اللي انتوا شايفينها قدامكم دي السي تي، فايدتها انها بتلوكالايز وتشوف لو الابسس فتحت ولا لا، لان انت من قدام مش شايف غير دايره، مش شايف هي فتحت ولا لا. فاهمين قصدي؟ لكن بصوا كده، لا، اللي انا شايفه قدامي ده ان كل الابسس دول شكلهم سليم، ما فتحش، دواير كلها سليمه. يبقى ارجع تاني، يقول لك والله الشيست اكس راي فايدته ان انت بتشوف هوموجينوس رينج اوباسيتي في اير فلويد ليفل. تمام. انما السي تي سكان، السي تي سكان يا جماعه بتلوكالايز الابسس سايت، وممكن تشوف الكوز والكومبليكيشن. سهله. اخر حاجه بقى عايزين نتكلم عنها اللي هي الانسترومنتال. ايه الانسترومنتال اللي هنستخدمها؟ طيب الانسترومنتال اللي هنستخدمها يا جماعه زي ما انتم شايفين، بصوا كده، منظار بيدخل زي ما انتم شايفين من الفم، ويدخل بعد كده على التراكيه، تمام، واللانكس وتراكيه، وبعد كده يدخل جوه لحد البرونكاي. لو انتم ملاحظين الصوره دي، معلش هي جودتها مش احسن حاجه، بس حاولوا تركزوا معايا في الصوره. تمام. لو ملاحظين في ابسس هنا، في ابسس هنا يا جماعه، شايفين؟ بصوا كده، في ابسس اهو هنا، شايفين الحته دي فيها ابسس او فيها فورن بادي، ممكن يكون فورن بادي بس مش باين بالرسمه يعني، لكن في حاجه بقى في نهايه في الترمينال برونكيول. شايفين يا جماعه؟ ده اللي داخل ده منظار رفيع جدا جدا جدا، فسموه برونكو لانه بيدخل لحد البرونكاي، برونكو سكوب، منظار البرونكاي. شايفين الجهاز ده بيدخل من الفم زي كده، والدكتور بعد ما يدخل اللي هو المنظار لحد جوه يتفرج من هنا بقى، شايفين كده الجدار اهو بتاع البرونكاي من جوه، يشوف بقى ايه الفايده بتاعت البرونكوسكوب ده. ليه فايدتين، ليه فايده دايجنوستيك تشخيصيه، وليه فايده ثيرابيوتيك علاجيه. الف يا جماعه، ايه الفايده الدايجنوستيك؟ بالظبط كده، عشان تشوف تشخص اذا كان ده فورين بادي ولا تيومر، عشان تعمل لوكاليزيشن للابسس، تشوف فينه بالظبط. ايه تاني؟ عشان مثلا تعمل اسبيريشن للابسس وتاخد كلتشر وسنسيتيفيتي فالدايجنوز الكوز. طب ايه الثيرابيوتيك؟ والله لو لقيته فورين بادي خرجه، وانت مدخل المنظار، دخل اداه تشد بالمنظار، او المنظار نفسه فيه كلامب بيشد الفورين بادي، يبقى الثيرابيوتيك تريموف الفورين بادي. طب افرض طلعت ابسس بالمنظار، اعمل اسبيريشن للابسس، انت هتخرج يعني زي ما دخلت. تمام. طيب مثلا لو لقيت مثلا في مثلا بص وصديد، يبقى انت ممكن تحقن لوكال انتي بايوتيك عن طريق المنظار. بس شوف كلام سهل جدا. يبقى دي فايده البرونكوسكوب. يبقى لما اجي كده بص يا جماعه، او بص كده، لما اجي يقول لك ايه فايده البرونكوسكوبي؟ ليه دايجنوستيك فاليو ثيرابي اهو. بص كده، ده البرونكوسكوبي، ماشي، بيدخل اهو عن طريق التراكيه. تمام. وده اللي هو مين؟ البرونكوسكوب زي ما انتم شايفين. وده الكلام اللي احنا قلناه ان هو ليه دايجنوستيك فاليو وليه ثيرابيوتيك فاليو. كلام تافه جدا جدا جدا، ولكن اعرف ان البرونكوسكوبي لو جه ام سي كيو يقول لك بتستخدم ايه؟ تو رول اوت مالجنسي. ده سؤال ام سي كيو. يعني ايه ترول اوت مالجنسي؟ ايوه، مش انا بدخل بالمنظار عشان اشوفه ده صديد بسبب ابسس وكافيتي ولا بسبب تيومر، فانا بستخدم عشان ارول اوت المالجنسي. حد يقول لي طب ما انا كنت استخدمت شيست اكس راي. لا، ما يبينش، ما يمكن التيومر شكله ريجولار، انت ايش عرفك؟ واعطيك شكل الابسس
طب تتاكد ازاي؟ ادخل شوف، ادخل بالمنظار شوفوا ده تيومر ولا مالجنسي. طب ما هو يا جماعه، طب انا قلت ان هو بيستخدم تو ايوه تديكت اذا كان ده فورين بادي ولا تيومر. انت مش هتدخل تتفرج. يبقى ده سؤال ام سي كيو، بيقول لك ايه الدايجنوستيك تول او ايه الحاجات اللي بتشخص ترول اوت مالجنسي، اللي هو شيست اكس راي ولا مش عارف السي بي سي ولا مش عارف اللابروسكوب؟ لا، هو مين؟ البرونكوسكوب. فاهمينها يا جماعه؟ سهله. انت بتدخل تتفرج تشوف، وفي نفس الوقت بتشيل. تمام بس ماشي. الكلام الباقي سهل. طبعا لو لقيته مالجنسي فانت بتاخد بايوبسي، يبقى لانج بايوبسي لو انت شاكك في مالجنسي. تمام، او لقيت كتله ماس. تمام، فانت بتاخد بايوبسي. ماشي يا جماعه؟ يبقى البايوبسي دي عشان يعني تشخص مش عشان ترول اوت. تمام. طيب انفستيجيشن اوف ذا كوز زي الاميبيك ليفر ابسس. مش قلنا يا جماعه ممكن يكون سب دايفراماتيك ابسس زي الاميبيك ليفر ابسس يكون تحت الدايفرام، وانفستيجيشن عشان تاكسكلود التي بي لان قلنا بيدخل في الديفرنشال دايجنوزس. يبقى دي الدايجنوز سهله. انت تفتكر العناوين وقول بعد كده. يعني العناوين الاساسيه هي اهم نقطه، افتكرتها تفتكر الباقي. يبقى لاب، راديولوجي، انسترومنتال. تمام. برونكوسكوبي كل واحد عليها سؤال قلناها، يعني قلنا السؤال بتاع الام سي كيو بتاع كل واحده فيهم. تمام، فانت جاهز لاي سؤال ان شاء الله. طيب اخر حاجه بقى معانا هو التريتمنت. شخصنا وعرفنا الاعراض وعرفنا كل حاجه، يتبقى معانا هو التريتمنت بتاع المرض. التريتمنت يا جماعه ما فيهوش حاجه جديده، بس التريتمنت يعني هنعمله تقسيمه كده تحفظها كويس جدا. تمام. التريتمنت بتاع اللنج ابسس تحفظ التقسيمه دي كويس جدا، تقسيمه سهله يعني. تمام. التريتمنت لازم تحفظه التقسيمه دي. ايه التقسيمه؟ قال لك والله في سيمتوماتيك تريتمنت، ماشي سهله، اللي هي يعني بيني وبينك جنرال. تمام، جنرال يعني سيمتوماتيك تريتمنت اللي هو والله تديله مش عارف انالجيسيك ومش عارف ايه، ماشي، ودواء كحه ميوكوليتيك، ماشي. ايه تاني؟ قال لك في بعد كده سبيسيفيك تريتمنت اللي هو هنقول عليه انتي بايوتيك. بالظبط كده، حلو قوي. بص كده، انا بكتبها لك بطريقه وبفهمها لك بطريقه، ماشي، بس يعني كلهم يؤدوا الى روما في الاخر. يبقى سيمتوماتيك تريتمنت اللي هو جنرال وسبيسيفيك. طيب لو الانتي بايوتيك ما نجحش يبقى تلجا الى انت تعمل له درينج، يعني تفتح وتشيل البص ده. فاهمين الفكره؟ يبقى تعمل درينج اوف بص. طيب لو عملت درينج وحصل ريكارنس مثلا او كان في مضاعفات كبيره، يبقى في الحاله دي تضطر انك تفتح عمليه سيرجيكال. دول اللاينز اوف تريتمنت اللي معانا، سيمتوماتيك، انتي بايوتيك، درينج، وسيرجيكال. تمام، لازم تكون حافظهم كويس جدا. العناوين دي انا فهمتهم لك. تمام، فهمتهم لك. طيب ممتاز. ايه السيمتوماتيك تريتمنت؟ قال لك والله السيمتوماتيك تريتمنت كالاتي. عندك والله مش عندنا يا جماعه، يعني ده عباره عن انفكشن، فانت تديله مع سخونه، مش ده من ضمن، فانت تديله انالجيسيك مسكن. تمام، تديله انالجيسيك عشان لو كان في الم او حاجه بسبب التيشو بريك داون. تمام، مش معاه سخونه اديله انتي بايريتيك زي الباراسيتامول. تمام، يبقى انتي بايريتكس، ماشي، زي الباراسيتامول. مش بيكح مثلا او في صديد انت عاوز تزود الدرينج او يعني عاوز تفضي الصديد ده، اديله ميوكوليتيك عشان يخليه تكح الصديد ده. ماشي، ميوكوليتيك زي حاجه اسمها البرومكزين. ماشي، ميوكوليتكس ده اشهر ميوكوليتيك حاجه اسمها بروموكزين. ماشي، اللي هو بتاع السعال او بتاع الكحه يعني. تمام، برومو، ماشي، او برومكسين. ماشي، ده السيمتوماتيك تريتمنت. بس كلام سهل جدا يعني. تمام، كلام سهل جدا. طيب نيجي بعد كده للنقطه المهمه، انتي بايوتيك. المفترض ان انت بتعالج العيان سيمتوماتيك وانتي بايوتيك وروح بيتك. تمام، لو ما خفش تبدا تعمله درينج، لو ما خفش هنقول حالات معينه نفتح جراحيا. تمام، لكن الاصل ان انت انتي بايوتيك لو ما خفش درينج بس. شوف الموضوع بقى سهل ازاي، بدل ما يعني مش عاوز احسسك الموضوع ملوش علاقه ببعض. لا، السؤال هنا هو مين اللي عامل الانفكشن؟ والله الاستاف اللي هي اكتر حاجه بتعمل ابسس، ماشي، والبكتيريات الانيروب عموما. حلو قوي. شوف كده يا جماعه، انا بخلي لك الموضوع كانه خيط متصل. يبقى الاستاف والبكتيريات الانيروب. ممتاز. يبقى ادي انتي بايوتيك ضد الاستاف وانتي بايوتيك كفرج ضد الانيروب. حد يقول لي ادي الاثنين؟ الاثنين. ليه؟ لانه ممكن يكون حصل استاف عمل ابسس وحصل سكندري انفكشن بالبكتيريات الانيروبيك، فانت لازم تدي كفرج انتي بايوتيك. فاهمين الفكره يا جماعه؟ لازم تعمل كفرج انتي بايوتيك. الاستاف بقى بنديها ايه؟ لا خدناها المره اللي فاتت، خلاص خدناها يا جماعه، خدناها المره اللي فاتت. الاستاف خدناها، ارجع لفيديو النيمونيا، خدناها المره اللي فاتت. الاستاف يا جماعه بنعالجها ازاي؟ مش كده؟ الاستاف خدناها المره اللي فاتت، خلاص انا مش هقولها تاني. تمام، الاستاف خدناها، ولكن في عجاله الاستاف يا جماعه كنا بنديها او كنا بندي الاستاف الاموكسيكلاف اللي هو البنسلين، صح كده، والكلافيولينيك اسيد. تمام، يبقى قلنا بندي اموكسي. تمام، اموكسيكلاف اللي هو البنسلين والكلافيونيك اسيد، عشان لما يقول لك يعني او يجيب لك في الام سي كيو بنسلين، صح، ما هو الاموكسيسيلين، ما هو ده من البنسلين. احنا قلنا الكلام ده المره اللي فاتت. تمام، وقلنا بعد كده لو ما خفش بالاموكسيكلاف بنديه او بنزود عليه لينيوزولايد
قلنا قبل كده 600 مللي جرام كل 12 ساعه بير اورال، تمام، فور 2 ويكس. او فانكومايسين، فانكومايسين كان اي في، قلناه في المخطط يا جماعه بتاع المره اللي فاتت، اتمنى تكونوا كاتبينه ورايا، تمام. يبقى هو الاموكسيكلاف. طيب ممكن ندي حاجه تاني غير مع الاموكسيكلاف للستاف؟ ممكن تديله سيفالوسبورين او كيفالوسبورين زي ما بعض الدكاتره بتقولوا، تمام. يبقى كيفالو سبورين لو كان في ريزيستنت ستاف، تمام، كيفالو سبورين، ماشي. ده خلاص، يبقى ده الستاندرد ريجيمن بتاع الستاف يا جماعه، الستاندرد ريجيمن. نيجي بقى نعمل كفرج للانيروب. سؤال اساله لحد الف ب طب، بتدي ايه للانيروب؟ بيقول لك مترونيدازول. يعني ده يا جماعه مش عاوز اي فلسفه ولا حفظ الصراحه، يعني عارفين لو الكلام صعب انا كنت عملت لها سكيما، لكن الكلام سهل. والله انتي بايوتيك يبقى للستاف والانيروب، الستاف معروف والانيروب معروف، يلا اللي بعده. شوف الكلام ازاي سهل. يبقى الف ب طب يا جماعه، الف ب طب مترونيدازول اللي هو بيتباع في الصيدليات باسم الفلاجيل، تمام يا جماعه. المترونيدازول ده مضاد حيوي، خلي بالك، انتي بايوتيك ده يا جماعه، تمام. يبقى مترونيدازول، تمام، اللي بيتباع في الصيدليات على اسم فلاجيل. يبقى ده يا جماعه يعني ده كفر للانيروب. في تاني او في ادويه تاني غير المترونيدازول، بس ده كفايه. يعني عايز تعرف كليندامايسين ده بتاع انيروب برضه، ماشي، كليندامايسين ده بتاع انيروب. عاوز تعرف حاجه تاني؟ كلورامفينيكول، ماشي، كلورو امفينيكول. مش عايز خلاص كفايه المترونيدازول، كلورامفينيكول، تمام، مش عايز خلاص، ماشي. ولكن اعرف ان الكليندامايسين والمترونيدازول هم دول بتوع الانيروب. الكليندامايسين والمترونيدازول دول بتوع الانيروب، تمام. الاموكسيسيلين ده اللي هو الستاندرد ريجيمن بتاع الاستاف. يبقى الانتي بايوتيك حاجات يعني ما فيهاش حاجه يعني، او حاجات قديمه جدا. طب اعطيته انتي بايوتيك وما خفش، يبقى تلجا لاخر حل. حد يقول السيرجيكال، لا، السيرجيكال في حالات معينه. اخر حل معاك هو الدرينج. الدرينج ده يا جماعه بيقولوا عليه بوستشرال درينج. يعني ايه بوستشرال درينج؟ بوستشرال درينج يعني العيان ينام على الهيلثي سايد، زي ما احنا قلنا بدري، لمده من مرتين لثلاثه في اليوم، تمام. وتدخل برونكوسكوب اللي احنا قلنا عليه من شويه وتعمل درينج. فاكرين البرونكوسكوب ده؟ يبقى العيان ينام على الهيلثي سايد زي ما قلنا، لانه لما ينام على الهيلثي سايد الابسس او الصديد اللي كان في الافكتد سايد هيبقى سهل انه يحصل له درينج بالجاذبيه، صح كده يا جماعه؟ فانت تسهل عليك العمليه. الكلام ده يتعمل مرتين الى ثلاثه في اليوم، وتدخل بالبرونكوسكوب وتشفط، تمام يا جماعه. ده اسمه ايه؟ ده اسمه بوستشرال درينج. سهله. بوستشرال درينج تحديدا معناها ان العيان ينام على الهيلثي سايد. ونجرب الاول يعني يا جماعه، لما يعني برضو عشان ركزوا في الكلام، لما اقول كلمه بوستشرال درينج فقط، ده معناه ان انا هخلي العيان ينام من مرتين لثلاثه على الجنب الهيلثي، يمكن يحصل درينج طبيعي زي كده. فاهمين الفكره؟ طب ما نجحش، اروح اركب له بقى اللي هو البرونكوسكوب واعمل له زي ما انتم شفتوا، ماشي، اللي هو بركب له برونكوسكوب زي كده واعمل درينج. يبقى ده الحل الثاني، تمام. الحل الثالث ممكن اعمل اشعه مقطعيه وادخل بقسطره، ماشي. ولكن خلينا يعني البوستشرال درينج اللي هو ده اللي احنا قلناه، اللي هو لما العين ينام على الهيلثي سايد يزداد الدرينج، تمام. لو ما نفعش بقى بدخل بالبرونكوسكوب، يبقى بوستشرال درينج او برونكوسكوبي، ماشي. يبقى بوستشرال درينج معناها ان انا بخليه ينام على الجنب ده وبشوف يمكن يحصل درينج لوحده، تمام. طيب نيجي بقى للحاجه الاخيره، سيرجري. امتى بدخل وبنظف الصديد ده، او امتى؟ وده يا جماعه اهم واحده. يبقى كل اللي فات ده عبط. السيرجيكال دي اهم واحده دي يا جماعه. السيرجيكال دي MCQ او شفوي. يقول لك ايه الانديكيشن اوف سيرجري مع اللنج ابسس؟ السؤال ده شفوي، ماشي يا جماعه. ايه الانديكيشن اوف سيرجري مع اللنج ابسس؟ يلا نفهمهم ونحفظهم مع بعض. اول حاجه يا جماعه، اول حاجه لو كان في ماسيف هيموبتوسيس، يعني لو كان في ماسيف هيموبتوسيس، او كان في لارج كافيتي والثيك وول، او لو كان في كورونيسيتي، كل دول احطهم لك في كلمه واحده عشان اسهل عليك الحفظ. هيوج ابسس يعني بالعقل كده يا جماعه، يعني لو هيوج ابسس فهو مش هيخف ولا بالبوستشرال درينج، لو فضلت للصبح مش هيخلص، ولا بالانتيبيوتيك، انت محتاج تدخل جراحيا وتفضي. طب الهيوج ابسس ده حجمه قد ايه؟ قال لك اللي هو حجمه اكبر من 4 سم، اسمه هيوج ابسس، تمام. طيب الهيوج ابسس ده يمانيفست ازاي، او تعرف ازاي ان ده اسمه هيوج ابسس؟ يمكن مش ابسس عادي. قال لك والله لو العيان كان عنده ماسيف هيموبتوسيس، بيكح دم كتير جدا، الطبيعي ان هو يعني نقطه دم نقطتين دم، لكن لو دم كتير مع الابسس لا، ده غالبا هيوج، يبقى انت ادخل جراحيا على طول، تمام. يبقى ده ماسيف هيموبتوسيس، تمام. انا بص يا جماعه كل دي انديكيشن بس انا بلمها لك بشكل منظم، تمام. يبقى ماسيف هيموبتوسيس،
فاهمين الفكره؟ طيب تمام. الاحتمال الثاني ان او تعرف ان تاني هيوج ابسس، انه لما عملت شيست اكس راي لقيته لارج كافيتي، لارج كافيتي والثيك وول. تمام، يبقى لقيته لارج كافيتي، لارج كافيتي والثيك وول. طب ثانيه، هو الثيك وول ده دليل دلاله على ايه؟ دليل على الكرونيسيتي. يبقى برضه يبقى ده هيوج ابسس. ما هو يا جماعه لو هو كرونيك يبقى معناه هو هيوج، مش كده؟ ما هو هيوج طالما هو كرونيك، يعني مخفش بالانتيبيوتيك العاديه، فقلب قعد اكتر من اسبوعين وقلب كرونيك. فاهمين الفكره؟ يبقى كرونيسيتي، لارج كافيتي بالشيست اكس راي، ماسيف هيموبتسس، كل ده اسمه هيوج ابسس. اللي هو قد ايه يعني؟ اللي هو اكبر من 4 سم، كل ده اسمه هيوج ابسس. فاهمني؟ تمام. ممكن تاني تقول ايه تاني هيوج ابسس؟ انه والله عطيته ميديكال تريتمنت وفيلد، يبقى فيلد ميديكال تريتمنت. خلي بالك كل دي اسمها انديكيشن للسيرجري. فيلد بس انا يعني عاملهم لك بطريقه تسهل لك الحفظ، لان انا ممكن اكتبهم لك دول كايتمز، لكن كل دول بيصبوا في نقطه واحده، انه ده هيوج ابسس. مش كده ولا ايه؟ يبقى فيلد ميديكال تريتمنت. ليه؟ لانه هو حجمه كبير، الميديكال تريتمنت مش مقضيه. قلب كرونيك لانه عطيت ميديكال تريتمنت ومخفش. لارج كافيتي عشان عطيته فاهمين الفكره؟ فلارج فعمل تيشو بريك داون كتير، فعمل ماسيف هيموت. كل دي حاجه واحده، بس كتاب القسم تلاقيه مفرقهم لك، لكن انا قلت لك حاجه واحده. تمام. ايه بقى تاني؟ ايه المرحله الثانيه اللي تدخل جراحيا؟ لو دخلت بالبرونكوسكوب وشكيت انه ده مش، او يعني شكيت انه ده مش ابسس، وخدت بيوبسي وطلع مالجنسي، يبقى لو سسبكتد مالجنسي تدخل جراحيا عشان تاخد منه عينه. يبقى لو سسبكتد مالجنسي يبقى ده تاني انديكيشن، ده تاني انديكيشن لو سسبكتد مالجنسي. ممتاز خالص. لو سسبكتد مالجنسي. الانديكيشن اللي بعده سسبكتد مالجنسي. الانديكيشن اللي بعده قال لك يا جماعه انه حصل كومبليكيشن حصل كومبليكيشن للابسس ده. هو ايه الكومبليكيشنز؟ ما احنا قلناها، مش كان في جنرال ولوكال؟ هل اي كومبليكيشن افتح؟ قال لك لا، الكومبليكيشنز اللوكال بس، اللي هم مين؟ الامبايما، لان في الحاله دي انت محتاج تفضي الرئه ومحتاج تنظف البلورا، فانت مش هينفع طبعا تعمل درينج للرئه بس، البلورا مش هتتنظف معاك. فاهمني؟ او حصل بايو نيموثوركس، هي الامبايما بس بقى معاها هواء، فنقول عليها بايو نيموثوركس. مش قلنا الكلام ده قبل كده يا جماعه؟ بايو نيموثوركس. تمام. او ماسيف هيموبتسس، ما ده كومبليكيشن، ما هو الهيموبتسس اصلا ده يعتبر كومبليكيشن، مش كده؟ قلناها فوق لما قلنا احفظ ان الهيموبتسس والبرونكيكتسس من ضمن الكومبليكيشن. تمام. او ماسيف هيموبتسس، ماشي خلاص احنا قلناها. دي بس الانديكيشن، بدل ما تلاقيهم في كتاب القسم كاتب لك مليون، انا عملتهم لك 3 بس. خلي بالك ان كلمه هيوج ابسس تحمل في طياتها كذا معنى، انها ماسيف هيموبتسس، انها لارج كافيتي يعني اكبر من 4 سم، ان في كرونيسيتي يعني قعدت اكتر من اسبوعين. تمام. ان في فيلد ميديكال تريتمنت. تمام. سسبكتد مالجنسي. ماشي. ممكن تزود عليهم ريكارنس. ماشي. ريكارنس برضه، يعني كرونيسيتي اند ريكارنس ممكن نكتبها مع بعض. ماشي. كرونيسيتي اند ريكارنس، ده معناه ان الانتيبيوتيك بس ايه، قلل الاعراض مؤقتا، وبعد ما وقف انتيبيوتيك راح ترجع التاني، ده معناه ان حجمها كبير. ماشي. يبقى ريكارنس. ماشي. حصل كومبليكيشن زي الامبايما، الهيموبتسس، البايريموسو. يبقى يا جماعه بدل ما انت تقعد تحفظ حاجات كتير، احفظ ال3 دول بس، وانت عارف ان الهيوج ابسس ليها كذا معنى. تمام. يبقى ايه تاني هيوج ابسس؟ حجمها كبير جدا، سسبكتد مالجنسي، وحصل كومبليكيشن. تافهه. دي الحالات اللي بتدخل فيها سيرجيكال. فاهمين الفكره يا جماعه؟ والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هنخطب جمعة دلوقتي. تمام. ماشي. خلصنا الابسس، لمناه لمة محترمة، قلنا تفاصيل كتير جدا مش موجودة في كتاب القسم على فكرة، فأتمنى كن حضراتكم تكونوا بتكتبوا